في قلب الزنزانة النهائية في عالم بيو ويستلان تقع هاوية النهاية. تبدأ بمنطقتها الأولى مدينة الصمت. لعبة بايو ويستلاند كانت لعبة MMORPG عالم مفتوح بالكامل، حيث يمكن للاعبين التصرف بحرية في اللعبة من منظور الشخص الأول. بمجرد صدور اللعبة تصدرت جميع التصنيفات الكبرى وأصبحت ظاهرة عالمية، مع أعلى عدد من اللاعبين المتصلين خلال نصف عام فقط حسب إعدادات اللعبة الرسمية. أصبح العالم خراباً بسبب الحرب النووية، وتحورت العديد من الكائنات بسبب التلوث النووي. لم يبق للبشر سوى البقاء بالكاد على قيد الحياة في ملاجئ تحت الأرض للعودة إلى السطح. استخدم القادة البشريون الهندسة الوراثية لخلق مجموعة من البشر الجدد بقدرات خارقة متنوعة، شكلوا تحالف إحياء البشر الجدد، وأرسلوا هؤلاء إلى السطح لاستعادته. فكان هناك تحالف بشري جديد وهو فصيل اللاعبين وأنواع المتحولين. كانت جيش المتحولين ما يسمى بالبشر الجدد، هم الشخصيات التي يلعبها اللاعبون، ومهمتهم كانت القتال والقضاء على الكائنات المتحورة المختلفة التي تغزو السطح. ومع ارتفاع مستويات اللاعبين وقوتهم القتالية بشكل هائل، لم يعودوا يرضون بالمهام الأساسية مثل صيد الوحوش اليومي. تحت إدارة الشركة أصبحت جميع أنواع الفعاليات المثيرة في الزنزانات مواضيع ساخنة بين اللاعبين، ومن بينها أحدث فعالية زنزانة نهائية في اللعبة هاوية النهاية. جذبت عددا هائلا من اللاعبين المتشددين المتحمسين لخوض التحدي، رغم أن هاوية النهاية تحتوي على مناطق متعددة. عدد المناطق كان مجهولا، والوحوش كانت خطيرة للغاية، وصعوبة الزنزانة عالية جدا. هاوية النهاية حقا تستحق لقب الزنزانة النهائية، أحبها اللاعبون كثيرا رغم صعوبتها. لم تخفف من حماس اللاعبين تجاه تلك الزنزانة، حتى أفضل اللاعبين بالكاد يصمدون ساعة واحدة في المنطقة الأولى من هاوية النهاية مدينة الصمت. لذا مجرد الظهور في مدينة الصمت كان شيئا يفخر به لفترة، وإذا تمكنوا من قتل وحش أو اثنين كانت تلك حقوق تفاخر تدوم مدى الحياة. أخبرت لاعبة زميلاتها بعدم التهاون، لأن الزعيم الجديد في الزنزانة يمتلك ذكاء اصطناعيا متقدما بشكل جنوني، كأنه يتحكم به شخص حقيقي. بعد تكرار قتل الوحوش في مدينة الصمت، ارتفعت قوة اللاعبين مجددا، وبدا أن المنطقة على وشك السقوط تحت الهجوم المتواصل من اللاعبين. هاجمهم شيء يتحرك بسرعة البرق. ظن أحدهم أنه الزعيم الذي تحدثت عنه المرأة، لكنها أوضحت أنه مجرد كلب جهنمي، حيوان أليف صغير للزعيم. ظهر شخص جعل الموازين تميل لصالح المتحولين، أولئك الذين وصلوا دعموا سيربيروس الجحيم. كان منهم شاب ذو شعر فضي وأطراف متحورة على ظهره، هو قائد المتحولين زونغ فانغ قو. رأى أن مجموعة أخرى من المجانين أتوا ليهدروا حياتهم، بما أنهم جاءوا إلى عتبة بابه. شغل وضع المجزرة. هاجمت الأطراف على ظهر هؤلاء اللاعبين في آن واحد. استمتع بالحصول على قتل مجاني. كانت امرأتان تراقبان من الجانب. الشابة نصف الميكانيكية اشتكت من أنه قفز أولا، رغم أنهم اتفقوا على تقاسم القتلى. رقم 0 سينث وبخته على ضربه اللاعبين بقوة. كانت تخشى أن يتوقف الحمقى ذو القلوب الضعيفة عن القدوم ليهدروا حياتهم. قالت لها ملكة الزرغ لارفا أن تتوقف عن لومه. بررت أن هؤلاء البشر تجرؤوا على مقاطعة شايهم بعد الظهر مع كبيرهم، لذا يستحقون أن يضربوا حتى الموت مرارا وتكرارا. لكنها لم تكن راضية بذلك، لأنه لم يأتي أحد ليشعل القتال لفترة. اقترح الغزاة الخارقون الذين كانوا يأكلون على الجانب أن يأكلوا شيئا لاستعادة طاقتهم مثل سيواي ووانغ زاي. كان فانغو يشعر بأن فصيل اللاعبين بأكمله يتحرك. إذا لم يأكلوا الآن سيخسرون فرصتهم لاحقا. عبرت نصف الميكانيكية عن رغبتها في أكل اللاعبين أكثر من الطعام. رقم 0 سن تحمست لصيد اللاعبين أيضا. كانت ملكة الزرغ لارفا تتطلع لذلك، وبناء على ذلك اقترح فانغو أن يدخلوا جميعا معا. من الشكل يبدو أن أفضل اللاعبين كانوا هناك، فكانت فرصة مثالية للقضاء عليهم دفعة واحدة.
في أعماقه تساءل فانغو، إذا كان وحشاً من جانب الأشرار يصطاد اللاعبين، كان مرتبكاً بشأن هويته. وبدأ كل هذا في يوم واحد عندما كان طالباً عادياً في الجامعة، دفعه رجل إلى الحائط وسأله أين كان لأنه لم يره منذ عدة أيام، وبالنظر إلى مظهره بدأ أفضل من قبل، لذا طالبوه بالمال وقالوا إنهم سيتركونه وشأنه. حاولوا إقناعه أكثر بقوله إن فواتير مستشفى والده وصلت لعشرات الآلاف، لذا القليل لن يفرق. حدق بهم الرجل أمامه، شعر ببعض الخوف ثم غضب عندما لم يرد. ظن أن فانغو يريد أن يضرب مجددا. جاءت امرأتان ولاحظتا أنهم يستغلون شابا جميلا في وضح النهار بالمدرسة. كانت إحداهن جونغ يايو، وأخبرت هؤلاء الرجال أن لديهم الجرأة على التنمر على أحد طلابها. أضافت تشاو سوسو إنه لو كانت هي من تتعامل معهم لطردتهم، لكن لو كانت يايو سينتهي بهم الأمر في المستشفى. خاف المتنمرون لأنهم يعرفون ألا يتعاملوا مع يايو. سمعوا إنها كانت تدير أحد نوادي المدرسة، وأباء سوسو كانوا في مجلس إدارة المدرسة، لذا هي ذات نفوذ كبير، فغادروا وهم يقولون لفانغو أن يترك نفسه مدللا من قبل هؤلاء النساء. هددهم بأنه سيرد لهم الثمن يوما ما. قالت يايو لفانغو أن يظهر بعض الشجاعة لأنه يمكن إسقاطهم بيد واحدة، وأكدت له أنها تدعمه، فإذا حدثت مشكلة لن يتحمل هو المسؤولية. سألته عما يخافه، فهمت سوسو أنه فقط لا يريد إثارة الفوضى، لأنه إذا آذاهم سيستنزفونه من أجل تكاليف العلاج. طمأن فانغو يايو أنه يعرف حدوده، ثم سأل إذا كانوا بحاجة لشيء منه. أخبرته سوسو أنها تحدثت مع يايو في أمر جاد. حين جاء سيوآ مسرعا وقال إنه في مشكلة، لكنها لم تكن من رآته محاصرا من قبل هؤلاء الرجال. لحقت بهم لين يوتينغ وسألت إن كان مصابا، هي التي اتصلت بهم ثم ركضت بعيدا. وصلت للتو، شكرتهم على اتصالهم، أحمرت خجلا عندما شكرها كبيرها وربت على رأسها. تعتقد أنه طيب وحنون وهذا يجعلها ترغب في البقاء بجانبه. ردت أنه لا داعي للشكر، لكنها في داخلها تغلي غضبا لأن هؤلاء الرجال سرقوا الوقت الذي كان يمكن أن تقضيه مع كبيرها. تعاهدت بعدم إظهار أي رحمة لهؤلاء الأوغاد. طمأن فانغو الجميع أنه بخير وشكر يوينغ مجددا. قالت له يوتينغ ألا يكون مهذبا كثيرا لأنهم زملاء فريق متشددون في اللعبة، وأضافت أنه بمجرد أن يجمع المال لعلاج والده يجب أن يستمروا في لعب بيو ويستلاند معا. وافقت سوسو. هاوية النهاية كانت الزنزانة النهائية في اللعبة، وبدونه كقائد لم يكن بإمكانهم اجتيازها أبدا. عرضت دفع تكاليف علاج والده أولا ويمكنه سدادها لاحقا بلا ضغوط. اعتقدت يودينغ أن هذه فكرة جيدة حتى يتمكنوا من اللعب معا مجددا. كانوا يستمتعون كثيرا باللعب معه. رد أنهم سيتحدثون في الأمر في وقت لاحق. لم تكن لديه حصص بعد الظهر، فذهب إلى عمله الجزئي. قال لهم إن العمل الجزئي يسمح له بكسب المال وتحسين نفسه، لذا لم يكن سيئا. حاولت سوسو منعه لأنها لم تنتهي من الحديث بعد. قال لهم ألا يقلقوا لأنه سيجمع المال لعملية والده قريبا. حثهم على التركيز على رفع المستوى أولا وسينضم إليهم في وقت قصير. وسترحت يايو لسوسو وذكرتها بقوة فانغو. فجأة عرضت سوسو عليه عشرات الآلاف وهو لا يملك ما يسددها به. لم يجد أمامه خيار سوى الزواج من عائلتها ليصبح صهرا يعيش معهم. أوضحت سوسو أنها كانت قلق عليه فقط، رغم أن لديها دوافع أنانية أيضا. قالت إن حساب ريبليون كيد ليس عاليا، لكن مهارته الفعلية من الطراز الأول، وتعتقد أنه إذا بقي في الفريق سيقهرون هاوية النهاية يوما ما. ريبليون كيد كان من أفضل اللاعبين في الخادم كله، ومع تحكم فانغو الدقيق وفهمه للعبة هي متأكدة أنه في مستواه. كانت يايو تعرف أن سوسو تشير إلى اللاعب الذي أنهى هاوية النهاية منفردا. ذلك الرجل كان أسطورة في اللعبة، لكن سوسو تعتقد أن فانغو أقوى منه. بعد ذلك العرض عرضت عليهم وجبة، وبعدها سيذهبون إلى زنزانات أخرى.
أرادت التركيز على التحضير لهاوية النهاية في الوقت الراهن وانتظار عودة ريبليون كيد. ذهبوا جميعا، جاء الليل. تحدث فانغو مع والدته عبر الهاتف ليخبرها أنه بمجرد حصوله على راتب عمله الجزئي وجمع ما دخره سيكون قادرا على تغطية نصف تكلفة عملية والده. قال لها مهما كان صحة والده هي الأولوية، لذا شجعها على الراحة، وعندما تزور المستشفى غدا عليها إقناعه والتركيز على الشفاء بعد حادث والده، دفع الطرف الآخر تعويضا، لكنه غطى جزءا صغيرا فقط من تكاليف العملية، لذا كان يدرس ويعمل جزئيا في نفس الوقت، وبمساعدة بعض الأقارب تمكنوا أخيرا من جمع التكلفة. بمجرد أن يدفع نصف تكلفة العملية لوالده يتوقع أن تكون الأمور متوترة قليلا. كان يعمل لتوفير المال لنحو نصف عام، ويفتقد تلك الأوقات التي كان يقاتل فيها في معارك الغارات مع الجميع في اللعبة. مضى وقت طويل منذ دخوله. فكر في العودة. سجل دخوله مجددا. سأل النظام إذا كان يريد تسجيل الدخول باستخدام شخصية محارب العظام مستوى 52. رفض العرض من سوسو سابقا، لذا كان قلقا من استخدام تلك الشخصية الآن، فقرر تسجيل الدخول إلى حسابه الرئيسي. لأنه مضى وقت طويل دخل باستخدام ريبليون كيد مستوى 99. مع ذلك دخل اللعبة ووصل إلى بويو ويستلاند الأعلى قوة. منذ حادث والده لم يسجل دخوله مرة واحدة. شعر بالعاطفة عند العودة بهذا الحساب. هو في المستوى 99 بقوة وسرعة 999. في حسابه الرئيسي هو أفضل لاعب منفرد وقائد الخادم رقم 1. أما حسابه البديل فكان للاستخدام العادي ويستخدمه أحيانا للعب مع آخرين. منذ أن أنهى هاوية النهاية منفردا كان يثير ضجة أينما ذهب، لذا اضطر لإنشاء حساب بديل، ثم انضم في النهاية إلى فرقة يايو الصغيرة باستخدام ذلك الحساب البديل. ونادرا ما يدخل حسابه الرئيسي. كان يتخيل عندما يكتشفون أنه ريبليون كيد سيمزقونه، فجأة تلقى رسالة جديدة. لم يسجل دخوله لنصف عام، ومع ذلك أرسل له أحدهم رسالة. كان ذلك مفاجئا. كانت رسالة ترحيب تفيد بوجود مكافأة ترحيب للاعبين القدامى. أعد المطورون تحديا جديدا خصيصا له يجب أن يكمله، وسيحصل على مبلغ كبير من الذهب كمكافأة. يمكن تحويل العملات إلى نقود وتحويلها إلى حسابه البنكي. تفاجأ عندما علم أن التحديات في اللعبة الآن تأتي بمكافآت نقدية. كان يشك في الأمر، لكن إذا كانت المكافأة حقيقية يمكنه فعلا تغطية فواتير علاج والده. ظن أنها مجرد لعبة، لذا لا ضرر من المحاولة، وإذا فاز سيربح كثيرا، وإذا كانت مزحة فلن يخسر شيئا. على أي حال قبل التحدي فجأة كان هناك تشويش حوله، كأن جسده الحقيقي يسحب إلى الداخل، ثم هبط في غابة مخيفة. تساءل لماذا أرسل إلى هناك. ظن أنه غريب أن يشعر باللمس في اللعبة. كان الأمر واقعيا للغاية، فظن أن المطورين أضافوا خاصية ردود الفعل الحسية في اللعبة، لكنه اعتبر أيضا أنه نقل إلى داخل اللعبة. ثم لاحظ نفسه ولدهشته كان زومبي. شكر النظام له على قبول التحدي الخفي. أبلغ أن فصيل المتحولين في بويو ويستلاند يواجه أزمة وجودية ويحتاجون مساعدته من الآن فصاعدا. هو زومبي خراب يرقى متحولة من الدرجة الدنيا. فصيل المتحولين هو فصيل الوحوش الشرير في اللعبة. عرق زانغ فانغ هو يرقى زومبي. هو في المستوى 1 بقوة 7 وسرعة 22. تحالف إحياء البشر الجدد. بقوته المرعبة قضى على مناطق السطح ليلا ونهارا بلا توقف. معظم فصيل المتحولين الذين يعيشون على السطح قد تم القضاء عليهم من قبل البشر الجدد. فقط مجموعات المتحولين عالية المستوى في زنزانة هاوية النهاية تبقى آمنة نسبيا، لكن المتحولين عالي المستوى يتصرفون بشكل مستقل. وتحالف البشر الجدد يرتفع مستواه بسرعة ويزداد قوة إذا لم يوحدوا فصيل المتحولين قريبا. لمقاومتهم سيأتي الإبادة التامة قريبا. في هذه اللحظة اليائسة يحتاجون فانغو لأن يتقدم
يقاتل تحالف إحياء البشر الجدد ويحصل على فرصة للبقاء لأبناء الخراب. حسب إعدادات اللعبة الأصلية، فصيل المتحولين كان مجرد وحوش آكلة للبشر، لكن فانجو كان غير متصل لنصف عام، فكان يتساءل إذا كانت اللعبة قد حصلت على عدة تحديثات وحتى غيرت انتماء الشخصية. إذا كان عالم اللعبة حقيقيا وتم عكس دور الشخصية، فهو يعلم أنه في ورطة لا يملك وسيلة لمحاربة هؤلاء اللاعبين الأقوياء. لذا كان ذلك التحدي فخ موت بحت. في تلك اللحظة هو مجرد ضعيف، يرقة زومبي ستتفكك بمجرد لمسة واحدة إن رفع المستوى أو كسب المال. ربما يقتل بضربة واحدة بمجرد أن يصطدم بلاعب، رغم أن الفجوة بينه وبين تحالف إحياء البشر الجدد لا تزال شاسعة. طالما استمر في إكمال المهام، يمكنه رفع مستواه ويصبح أقوى، ويصبح أكثر الجثث بريقا في الخراب، وحتى يهزم تحالف إحياء البشر الجدد تماما. لا يمكنه استخدام خاصية تسجيل الخروج، فقط بعد أن ينقذ الخراب حقا يمكنه العودة إلى العالم الأصلي. كان منزعجا لأنه محاصر تماما في عالم اللعبة. كان يعلم أنه إذا انتظر حتى ذلك الحين ستكون نافذة عملية والده قد انقضت، ولن يكون هناك فائدة من جمع المال. طمأنه النظام أن عندما ينجح في إنقاذ الخراب ويعود إلى عالمه الأصلي، سيعود الوقت إلى اللحظة التي دخل فيها بالضبط، وكل ما يكسبه من قوى ومكافآت من إنقاذ الخراب سيبقى معه. إذن سيرتفع مستواه ويصبح أقوى دون أن يخسر أي وقت. ثم فكر أنه بناء على هذا المنطق، بيو ويستلاند الذي هو فيه لم يعد مجرد عالم لعبة افتراضي، أدرك أنه نقل إلى عالم خراب حقيقي بالكامل. طلب منه النظام إكمال مهمته المبتدئة، وهي هزيمة رير عملاق. هذا المخلوق في المستوى 32 جعله ذلك غاضبا، لأن الريرز يبدأون من المستوى 30 أو أعلى، وبفارق المستوى الكبير هذا كان ذلك انتحارا بالنسبة له. وفوق ذلك يريدون منه إنقاذ فصيل المتحولين، وفي نفس الوقت مطاردتهم والقضاء عليهم. وفوق كل ذلك يريدون منه أن ينقذ فصيل المتحولين، وفي نفس الوقت يصطادهم. كان الأمر كأنه يقتل من جنسه. النظام طمأنه أن أعضاء فصيل المتحولين الذين يقتلهم لن يموتوا فعليا، بل سيعودون بعد 24 ساعة، لكن إذا قتلوا من قبل اللاعبين يموتون نهائيا. وهذا ينطبق عليه أيضا. هذه الآلية لا تحمي المهام فقط، بل تمنحه أيضا استجابات غير محدودة لزيادة المستوى، مما يسمح له بتقليص فجوة القوة مع تحالف إحياء البشر الجديد بسرعة. كان قلقا من أن المتحولين يحملون ضغينة ويعودون ليهاجمونه جماعيا بعد عودته. النظام قال له أن يهدأ، فكلما هزمهم أكثر زادت محبتهم له. هذا هو أسلوبهم في الاعتراف بقوته. أعجبه هذا الكلام. البقاء للأقوى يتناسب تماما مع قانون الغابة في الأرض القاحلة بالطبع، لكنه يعمل فقط إذا كان قويا بما فيه الكفاية للفوز. النظام كرر له أن المهمة خطيرة للغاية، لكن عند إكمالها سيمنحونه مكافآت ضخمة. سئلوا إذا كان سيقبل المهمة، وإن لم يفعل سيحذف وجوده نهائيا. استغرب كيف خططوا لذلك مع عملية والده الجراحية التي تقترب، حين يحتاج المال أكثر من أي وقت. إذا استطاع الفوز بالجائزة فلن يضطروا للقلق بشأن العملية. كان سابقا أفضل لاعب في بيو ويستلاند، والآن حصل على فرصة للعب مجددا. لكن من جانب فصيل المتحولين، هذا النوع من التحدي قد يبدو ممتعا من الخارج، لكنه بالنسبة لمخضر مثله كان أشبه بالإثارة القصيرة قبل المهمة. ثم شجعه النظام على الانطلاق، فهمها على أنه أمر ببدء صيد الوحوش، لكنه لم يخبره حتى أين هو بالضبط. المهمة كانت مصممة بوضوح لخداعه من البداية. بدأ يجمع المعلومات. حاليا هو داخل مبنى مهجور، فافترض أنه في منطقة مدينة، وكان وقت تسجيل الدخول ليلا، فاللاعبون كانوا يركضون في الأبراج المحصنة بكثرة، لكن لم يكن هناك أي نشاط للاعبين بالقرب، مما يعني أنها إما
زنزانة منخفضة المستوى مهجورة أو منطقة عالية. المستوى لم ينجح معظم اللاعبين في اجتيازها بعد. التربة هناك رطبة ورائحتها عفنة، وهي ظروف لا توجد في سطح الأرض المحترق في الأرض القاحلة. كان لديه نظرية بأنه عميق تحت الأرض في مدينة مهجورة، وبما أن هناك غازات عالي المستوى فلا بد أنها زنزانة صعبة من Abyss of the End. كان يعلم أن الغازات عالي المستوى يتواجدون قرب مدخل هاوية النهاية. كانت هاوية النهاية الزنزانة المطلقة في أرض النفايات البيولوجية ذات المستوى الأعلى والصعوبة القصوى. المنطقة كانت في الأصل شبكة ملاجئ تحت الأرض بناها الناجون من البشر بعد الكارثة. تقنيتهم كانت متقدمة جدا حتى قادرة على محاكاة الطقس. كل ملجأ يمتلك تقنيات مستقبلية خاصة، لكن عندما اندلعت الحرب بين المتحولين والبشر الجدد تعرضت هذه الملاجئ لأضرار كارثية. في النهاية هرب الناجون إلى السطح مع تحالف إحياء البشر الجديد لإعادة بناء شبكة الملاجئ. تدريجيا أصبحت موطنا لفصيل المتحولين. قانون بقاء المتحولين هو بقاء الأقوى، وأي متحول يظل طويلا في الملاجئ يصبح قويا بشكل مبالغ فيه. مثلا الغازات عالي المستوى كانوا من هذه الفئة. كانوا موزعين في مناطق المدخل لأبس، خصوصا في منطقة تسمى سايلنت سيتي المعروفة باسم بايو سيتي. حتى المتحولين في مناطق المدخل كانوا أقوى بعدة مرات من المتحولين الأعلى مستوى في مناطق أخرى. ومع العقوبات البيئية هناك أصبحت المنطقة أشبه بوضع الجحيم للآعبين. لهذا السبب قليل من اللاعبين يصلون إلى هناك. حتى الفرق من الدرجة الأولى لا تستطيع البقاء طويلا هناك بناء على تجربته السابقة. كثافة ظهور المتحولين عالي المستوى في المنطقة كانت عالية جدا، فكان يعلم أنه يجب أن يكون حذرا للغاية. كان يحمل كرسي بائع متجول قابل للطي من مستوى برونزي مع زائد 5 قوة هجوم حصل عليه من متجر على جانب الطريق. كان فافق يعلم بوجود فخاخة مخفية حوله، فإذا خفف حذره سيكون مصيره الموت. لقد اجتاز المكان من قبل، لكن حينها كان يمتلك معدات من الدرجة العليا لتحمل الضربات. والآن النظام يتوقع من يرقد زومبي مثله أن تهزم غازيا خطأ واحد وسيقتل فورا. شعر بشيء خلفه. كان ظل كلب كبير ذو عيون حمراء، ثم أظهر أسنانه الحادة. كان غير محظوظ لأن هذا كان أول ما واجهه. عرف إنه لا يستطيع الهرب، فقرر اللعب معه قليلا. وصل في النهاية إلى مكان حيث امرأة بكعب عالي داس على الأرض. كانت غازية أنثى بمستوى 55 بقوة 228 وسرعة 39، ولديها قدرة خاصة تسمى هجوم التمدد بالمخالب. واجهت وحشا أخضر ثم هاجمته. هذا المتحول الأخضر كان متعقبة أنثى بمستوى 49 قوة 234 وسرعة 37، ولديها قدرة خاصة تسمى التمويه والإخفاء. كان فافق مختبئا وهو يراقبهم. النظام أشار إلى هدف المهمة. تفاجأ فافق برؤية نسخ أنثوية من الغازات والمتعقبات لأنه كان قد رأى فقط النسخ الذكورية في اللعبة. تساءل إذا ما كانت هذه الوحوش أضيفت في تحديث حديث، وكان مهتما أيضا لماذا كانوا يتقاتلون على الأراضي. عادة معارك المتحولين تكون مجرد سلوكيات صيد، لكن الغازية كانت هي التي بدأت القتال مع المتعقبة، فكان يعلم أن الأمر ليس مجرد جوع. كان عرضا واضحا لغريزة الإقليمية. بدأ يفكر أنه في اللعبة حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي. كانت الغازية تتحرك ضمن نطاق دورية محدد. كانت تتبع مسارا مبرمجا أساسيا، لكن الآن تبحث بنشاط عن الأراضي، تراقب محيطها بوضوح لاكتشاف المتسللين. قد يكون قد أصبحت أذكى أو تحولت إلى مخلوق واع مخيف. عندما نظر إلى الغازية رأى أنها ليست فقط ذات صدر كبير بل ذكية أيضا. عارف أنها ستكون أخطر من أي شيء واجهه من قبل. تم رفع مستوى الصعوبة، لكن إذا استطاع استغلال بعض التغييرات يمكنه التفوق على سيدة الغازات
الغازية الأنثى أسقطت المتعقبة الأنثى. فجأة ضرب صدرها حجر صغير، لكنه لم يسبب أي ضرر. سخر منها فافق. خلفه كانت دراجة نارية صغيرة إلكترونية من زقاق بجودة برونزية مع زائد 20 سرعة حركة. زأرت الغازية بصوت عال. حاولت ضربه بمخالبها. كان يعلم أن الغزاة عدوانيون بطبعهم، وبعد سخرته منها أصبحت أكثر غضباً. خطته كانت أن يسرع بالدراجة الصغيرة ويتلوى بين الأزقة ليبطئها، لكنها تطارده بجنون. قد تكون له ميزة السرعة، لكن بحجمها الضخم كل خطوة منها تساوي 10 خطوات له. الميزة الطفيفة في السرعة لم تكن كافية، لكنه لم يمانع لأنه يريدها قريبة. كان يفضل أن تكون على ذيله بدلاً من أن يفقدها فقط لفترة أطول قليلاً. والتوصيل سيصل في الوقت المناسب. داس على شيء إن كان ما يريده. فعل فخ. ثم سقطت الغازية الأنثى في حفرة. أحد أسباب صعوبة Abyss of the End هو أن الأماكن التي تبدو آمنة غالبا ما تخفي فخاخا قاتلة. في السابق تعرض للخداع من هذه الفخاخ مرات لا تحصى. مستحيل أن ينسى مواقعها، وتعلمت الغازية الأنثى ذلك بالطريقة الصعبة. سقطت في عشواد الخلية. عشل سرب من متحولات الشلل في المنطقة الشمالية من سايلنت سيتي. الدبابير خبراء في الحفر تحت الأرض لبناء أعشاشهم. إذا داس أحدهم على الحجر الذي يغطي نفقهم، يسقط مباشرة في أرض الصيد. بين الوحوش النخبة، دبابير الشلل لديها نقاط صحة ودفاع منخفضة نسبياً، لكن قوتها تكمن في أعدادها الهائلة. كل عش يضم مئات الدبابير. سمها يحمل تأثير شلل يقلل باستمرار من سرعة حركة الهدف. دبابير الشلل بمستوى 45، قوة 120، سرعة 45، وقدرة خاصة تسمى صدمة سم الشلل إذا لم يسحق المخلوق المحاصر داخلها بسرعة. بضربة ساحقة واحدة ستنهك مع مرور الوقت، مع مئات منهم يهاجمون. بينما تستمر سرعة المخلوق في الانخفاض، لا يمكن القضاء عليهم جميعا، وهذا ما يجعلهم مخيفين. إذا لم تكن الغازية ذات عقل خاصا بها، فلا يمكنه أن يجذبها من المنطقة الجنوبية إلى الشمال. الآن يشعر بالامتنان لتغير سلوك الوحوش. فحصها ورأى أنها مشلولة باسم الدبابير. جسدها كله خدر ويتألم كالاحتراق. تمنى لها المتعة في التعذيب هناك، واعترف لنفسه أن الميزة الوحيدة ليرقة الزومبي هي سرعتها الأساسية الجيدة، بالإضافة إلى أن سايلنت سيتي بها الكثير من أدوات تعزيز السرعة، مثل الدراجات الصغيرة الإلكترونية التي تسمح له بالكاد بالهرب منها. لكن الغزاة معروفون بنقاط صحتهم العالية ودفاعهم الجنوني، لذا توقع أن الفخ لن يكون كافيا لإنهاء الأمر. أكلت تلك الدبابير وضربتها بمخالبها. قدر فافق أنه بحلول الوقت الذي تكافح فيه للخروج تكون دبابير الشلل قد استنزفت على الأقل نصف نقاط صحتها. خرجت من الحفرة بنقاط صحة 100. انتظرها فافق في الأعلى. توقع أن تكون تلك العقوبات قد تراكمت بحلول ذلك الوقت. خطوته التالية كانت إطلاق الكلاب. عندما صفر، جاءت الكلاب تجري نحوه، ركب أحدها ثم خدش الكلب الغازي الأنثى. قلل نقاط صحتها إلى 1. كانت إشارة لإنهاء القتال. أخرج فافق الكرسي الذي حصل عليه وضربها على رأسها به، وبذلك تم القضاء على الهدف بنجاح. مدح وانجزاي جورو شيبان إينو بمستوى 10. لديه قوة 99، سرعة 26، وقدرة خاصة تسمى هجوم الكلب البري التي تصعق الخصوم. من ذلك الحين أصبح حلفاء. وفقا للميكانيكيات، الزومبي وكلاب الزومبي يشتركون في رابطة قوية، مثل الثقة والولاء الطبيعي بين البشر وكلابهم الأليفة. عندما دخل اللعبة لأول مرة، تعرضوا لكمين من قطيع من جراء الزومبي وكلاب الزومبي معا. ولحسن الحظ هذه المرة هو في نفس الفريق مع كلاب الزومبي دلها، ووانجزاي يحب ذلك. لو لم يكن لديه مساعدتها، كان يعلم أنه لن يستطيع هزيمة تلك الغازية بجسده الهزيل الحالي. فجأة ارتقى مستوى وحصل على مكافأة مهمة من يرقة الزومبي. أصبح زومبي صغير.
أي أنه في المستوى 19، قوته الآن 51، سرعته 25، ولديه مهارة خاصة تسمى التحول النفسي. شعر بتدفق القوة بعد الترقية. التعزيز من هزيمة عدو أعلى مستوى كان هائلا، لكنه لم يكن يعرف ما هي التحول النفسي. تساءل إذا كانت مهارة سلبية تفعل تلقائيا، كما حصل على عناصر كمكافآت. واحدة منها كانت سيخ مخالب الغازية، كان عليه ابتلاعها ليحدث مفاجأة، كما حصل على 5000 قطعة ذهبية. يمكن استخدام الذهب لشراء معدات من متاجر دولة المدينة البشرية أو لشراء مواد لبناء القاعدة. يمكن أيضا تحويله إلى عملة حقيقية. زاد مستوى المودة أيضا بعد هزيمة الغازية، وصلت مودتها تجاهه إلى 100%، لذا ستطيع الآن تنفيذ أي أوامر يعطيها لها. كان الأمر محرجا، لكنه كان يهتم بجمع الذهب أكثر من نقاط المودة. أبلغ أنه يمكنه تحويل الذهب إلى مال حقيقي. كل قطعة تساوي 1 يوان في العملة الحقيقية. بدأ يحسب، ومع 1000 قطعة عن كل غازية يهزمها، سيكون قادرا على جمع المال لعملية والده في وقت قصير. ثم جذب انتباهه بناء القاعدة. أخبره النظام أن بناء القاعدة هو المكافأة الخفية التالية التي سيحصل عليها. أكمل المهمة، هزيمة عبر المستويات بنقاط صحة كاملة، فحصل على مكافأة خفية تم فتحها تسمى القلعة الأمل السرية. تم نقله فورا إلى القلعة الأمل. النقل شمل سقوطه من السماء واصطدامه بالأرض. لم يصدق أنهم نقلوه هكذا، وعندما رأى المنطقة تعرف عليها كانت القلعة الأمل الأسطورية. بيو ويسلاند لديها نظام بناء عالم مفصل للغاية. المطورون كتبوا حتى مئات السنين من تاريخ اللعبة. من بين كل السجلات كانت القلعة الأمل الاسم الأكثر أسطورة. وفقا للأسطورة، بعد أن تحولت الأرض إلى خراب، بنى البشر الناجون ملاجئ تحت الأرض، وبدأوا في بناء القلعة الأمل. في النهاية كاد الباحثون يطورون مصل جيني يمكنه تطهير الفيروس واستعادة وعي المتحولين، لكن قبل إكمال العلاج اندلعت حرب كارثية بين جحافل المتحولين وتحالف إحياء البشر الجديد، وقتل آخر الناجين في تبادل إطلاق النار. تدهورت مدينة الأمل وأصبحت أسطورة مع مرور الوقت، في حين إن مناطق الملاجئ تحت الأرض المختلفة أصبحت تدريجياً أوكاراً تسكنها أقوى الوحوش، مكونة الزنزانة النهائية للعبة Abyss of the End. بعد سنوات بمساعدة تحالف إحياء البشر الجديد، أعاد البشر بناء مستوطناتهم على السطح. العاصمة السطحية أصبحت تعرف الآن باسم نيو إيدن، المدينة الرئيسية للاعبين في اللعبة. لم يتوقع أن القلعة الأمل من أساطير اللعبة موجودة فعلا، لكن السجلات تقول إنها مخبأة داخل Abyss of the End، ومع ذلك لم يرها خلال محاولاته السابقة. بعد سقوط الملاجئ تم إخفاء القلعة الأمل بواسطة بروتوكول الحماية الطارئة للنظام، لكنها منذ ذلك الحين ستخدم كملجأ للمبتدئين، لا يمكن للمتغيرين ولا لتحالف إحياء البشر الجديد دخول المكان. مع إكماله المزيد من المهام وزيادة مستواه، ستفتح مرافق وميزات القلعة تدريجياً. كان سيفتح تدريجياً. هدفه التالي كان بناء القلعة بإكمال المهام، جمع المواد وترقية المباني. مع الوقت ستصبح القلعة الحصن النهائي لجميع سكان الأرض القاحلة تحت قيادته. أيضا المكافأة النهائية للمهمة كانت بالداخل. نزل الدرج. فسر السيناريو كله على أنه عليه إنهاء مهمة، الحصول على عقار، ثم مكافأة غامضة. بدا له أن الأنظمة المعطلة تبذل كل جهدها لكسبه. الآن هو فضولي لمعرفة ما هي المكافأة الخفية. لكنه لاحظ كيف بدا وانغ زاي وكأنه التقط رائحة ولم يتوقف عن الشم منذ وصولهما. تفاجأ مما رآه أمامه. كان هناك إنسان في كبسولة. لم يصدق كيف تحول إلى زومبي. والآن أعطي زوجة زومبي عبر عن أن النظام الفاسد لا يملك أي خجل. في الوقت نفسه خارج اللعبة في منزل سيو واي، خرجت من الحمام وجلست على سريرها. غرفتها كانت فوضوية مع الوجبات الخفيفة متناثرة على السرير. إطار الصورة على منضدة السرير يظهر فريقها.
في اللعبة كانت تلعب بشخصية ليتل يو، مستوى 24، قوة 100، سرعة 18. وصلت إلى شارع مزدحم داخل اللعبة، توجهت إلى متجر للحصول على تعزيزات، تفتقد الأيام التي كان فيها فافق، حينها كانوا يقضون وقتا ممتعا. كانت مع أصدقائها ميتور، شاور بمستوى 22، الأكبر هو الأشرس مستوى 28، أفعل الأمور بطريقة مستوى 25، ومحارب العظام الذي كان أيضا بمستوى 25. لو كان فافق هناك كانوا قد أكلوا بالفعل. رغم أنها مجرد طعام افتراضي يعطي تعزيزات مؤقتة مثل نقاط الصحة أو زيادة الدفاع، لكنها كانت ترغب حقا في تناوله. تلقت رسالة تسألها إذا كانت تريد تجربة الحياة الواقعية، رسالة عن سلع حصرية داخل اللعبة كانت من مختبر تجربة لعبة بايو ويستلاند، وهو يدعوها لتجربة النسخة الجديدة مجانا تماما، وهذا أثار فضولها. لكن هذا المختبر المزعوم كان في الواقع فانغو من بين الأربعة زملاء الموثوقين راهن أن أسهل من يخدعهم هو سي يو المحبة للطعام. قرر خداعها قبل 10 دقائق. سأل النظام كيف يستخدم المكافأة التي حصل عليها، وسأل إذا كان هناك دليل استخدام. رد النظام أن جسد الزومبي الأنثى مجرد هيكل بلا عقل، يحتاج لدعوة لاعب من اللعبة لتسجيل الدخول والسيطرة على الجسد لاستخدامه في اللعبة. وطالما يستخدم الحاسوب الفائق يمكنه إرسال دعوة للاعبين في اللعبة، لكن اللاعب المدعو يجب أن يكمل المهمة النهائية لإنقاذ المتحولين قبل أن يتمكنوا من تسجيل الخروج من اللعبة. كانت مهمته الجديدة هي دعوة لاعب واحد للانضمام إلى جيش المتحولين. هذا أغضبه كان مستعدا أن يحبس لأنه عليه دفع فواتير علاج والده، لكن جر شخص آخر إلى هذا الأمر كان أكثر من اللازم. كان قلقا أنهم لن يستطيعوا تسجيل الخروج حتى ينتهوا من المهمة. مثل أكد له النظام أنه بمجرد دعوته للاعب إلى اللعبة، أجسادهم في العالم الحقيقي ستستمر في العمل بناء على وعيهم الأصلي، ووعيه الحقيقي سينتقل فقط إلى بيو ويستلاند للتحكم بشخصية المتحول. وعند إكمال المهمة النهائية سيعودان معا إلى نفس نقطة الدخول في الزمن، سره سماع ذلك. لم يتوقع أن يكون النظام إنسانيا إلى حد ما، ثم أضاف النظام مكافأة إذا وصل الاثنان إلى مرحلة النضج، يمكنهم بناء جيش زومبي معا. الصورة التي عرضها كانت زومبي أنثى ترتدي زي أرنب على سرير جعل أنفها ينزف. علق قائلا إذا استمر النظام بهذه التصرفات ستلغى هذه المانه فورا. ثم تساءل فانغو كيف سيجعل سيو تخفض حذرها، وتقبل الدعوة. فقط إغراءها بالطعام لن يكفي. فكر في إخبارها أنها يمكن أن تكسب نقودا من عملات اللعبة أو فتح فئة مخفية. فجأة تلقى إشعارا بأن ليتل يو اي وقبلت الدعوة. الآن تم تفعيل الزومبي الأنثى المتحولة. تفاجأ أن الأمر نجح. أدرك أن عشاق الطعام هم الأسهل خداعا. وعي اللاعب بدأ يتصل تدريجيا. خرجت الزومبي الأنثى من الكبسولة. الآن هي ليتل يو اي أو سي يو اي، زومبي أنثى طفلة في المستوى 10 بقوة ستون وسرعة 20. بالنسبة لها كان الأمر حقيقيا جدا. درجة الحرارة، الهواء، تنفسها، كل شيء. تساءلت إذا كانت النسخة الجديدة من اللعبة، لأنها شعرت وكأنها دخلت عالم اللعبة فعلا. رحب بها فانغو. تفاجأت برؤية زومبي طفلة لم تتوقع أن تكون متحولة. هاجمته وحاولت ضربه. تراجع خطوة لتجنب هجومها. تراجعت هي أيضا. لم تتوقع أن يكون سريعا هكذا. هاجمت مرة أخرى لكنه صرخ لها أن تنتظر قبض يده، وأصبحت أصابعه طويلة وشكلت دوامة. ضربت مخالبها الدوامة. انطلقت سي يو بعيدا. هنأ النظام فانغو على فتح مهارة التحول بالقوة الإرادية. طالما بقي مركزا ذهنيا يمكنه استخدام إرادته لتشكيل جسده بأي شكل يرغب. هو حاليا في المستوى المبتدئ ويمكنه فقط تحويل يديه. مع زيادة مستواه وفتح مهام أكثر سيتوسع عدد أجزاء الجسم والأشكال التي يمكنه التحول إليها. اعتبر المهارة مثيرة. إذا أراد الدفاع يمكن لذراعه أن تتحول إلى درع، وإذا أراد الهجوم يمكن أن تتحول إلى سلاح.
اندفع نحوها ثم حول يده إلى شفرة مدببة، وجه الشفرة نحوها، وقال لها أن تنظر جيدا إلى نفسها. رأت انعكاسها على الزجاج، أدركت أنها تحولت إلى زومبي أنثى. ثم رحب بها فانغو في عشيرة المتحولين. التفتت نحوه وسمعته يقول إنهم في القلعة الأسطورية، قلعة الأمل التي غزاها، ومنذ ذلك الحين ستكون قاعدة جيش المتحولين، وهي أول عضو في القاعدة وفقا لتعليمات النظام. شرح كل القواعد لسي وي ورسم صورة مأساوية لمعاناة عشيرة المتحولين، وأعطاها هدفا وهو مساعدته في إنقاذ عشيرة المتحولين. شعر بوضوح أنها الآن مندمجة تماما في قصة اللعبة. الجزء الأساسي كان وعده لها بوجبات مجانية ومكان للإقامة إذا انضمت إلى المتحولين. كان يعلم أنه لا أحد يستطيع مقاومة هذا العرض. نجح في خداع لاعب للانضمام إلى جيش المتحولين وحصل على 1000 ذهب. أصبح مجموع ذهب لديه الآن 7000 ذهب، كما حصل على معدات مثل زي جيكي وزي خادمة وزي فتاة آنب. كانت مهمته الجديدة محاولة جعل الزومبي الأنثى ترتدي أحد هذه الأزياء. أوضح له النظام أن الأزياء تعزز فعليا قوة القتال. إذا كان ذلك سيساعد CUA على أن تصبح أقوى، لم يكن لديه خيار سوى القيام بذلك. أقنع نفسه بأنه لهزيمة البشر الجدد الأقوياء المعدات المناسبة ضرورية جدا. أعطاها زي المبتدئين المخصص لها، قال لها أن ترتديه وتقاتل. كانت أول مرة تجرب فيها زي واقعي داخل اللعبة، لذا كانت متحمسة. تفاجأ بأنها وافقت بسرعة، لكن هذا هو طبيعتها الحقيقية. تعتقد أن الزي جيد ويشعر أيضا بالواقعية. يمكنها بوضوح أن تشعر بزيادة في القوة القتالية، زائد 10 قوة وزائد 3 سرعة. قال لها إنه ليس سيئا، ومستقبل عشيرة المتحولين يعتمد عليها. مع ذلك اكتملت مهمة زي الزومبي الأنثى. حصل فانغو على 5 ذهب ليصبح مجموع ذهب لديه 7005. زادت محبة التلويو بنسبة 15% وفتح 100% من مهارة الاندماج. اشتكى من أن النظام غبي لأنه أعطاه 5 ذهب فقط بعد مهمة صعبة. لم يهتم كثيرا بمهارة الاندماج. ظنت CUA أنه شخصية غير قابلة للعب، وبدأت تفكر أنه واقعي جدا، كأنه يملك وعيه الخاص. فجأة جاع بطنها، شعرت بالجوع بشكل حقيقي. كانت محتارة لماذا تشعر بذلك داخل اللعبة ورؤية أنها جائعة. أعطاها أسياخ مجداف الغازات. الرائحة جعلتها تسيل لعابها. كانت متفاجئة من أن الطعام في اللعبة له رائحة جيدة. هكذا أعطاها تلك الوجبة الشهية لترحيبها في عشيرة المتحولين. أمسكت بالعصي وبدأت تأكل. أراد أن يخبرها أن تحفظ له بعضا، لكن غريزة حراسة الطعام لديها كزومبي كانت قوية جدا. وجدت الطعام لذيذا، ثم شعرت بشيء غريب. فجأة نما صدرها وظهرت مجداف على ظهرها. سألوا فانغو ما الذي يحدث. أخبره النظام أنه بعد أكل أسياخ مجداف الغازات، الزومبي الأنثى الطفلة تطورت إلى زومبي أنثى مراهقة، واكتسبت قدرة خاصة تسمى ضربة المجداف. هي الآن في المستوى 15 بقوة 90 زائد 10 وسرعة 23 زائد 3. كانت محتارة لما يحدث. جعلوا يتساءل إذا كان كل الزومبي يمكنهم اكتساب مهارات بالأكل الصحيح. أجاب النظام أنه محق. الزومبي العادي يمكنه فقط زيادة قوته بعض مباشرة من لحم فريسة نيئا، لذا الامتصاص بطيء. اكتساب المهارات أو التطور يستغرق وقتا طويلا. أشار النظام أيضا إلى أن CU لديها تركيبة جسدية خاصة، والطعام الذي أكلته كان مكافأة مهمة، لذا تطورها كان أسرع بكثير. أما فانغو فهو أكثر تفردا لأنه يمكنه أخذ ما يقتل. ندم على إعطائها الطعام. لو كان يعلم كان قد أخذ قضمة. كان يعلم أنه لن يبقى شيء عندما تمسك هي بالطعام. أخبره النظام أنه بما أنه ساعد الزومبي الأنثى على رفع مستواها واكتساب مهارة، يمنح صندوق هدايا مبتدئ عشوائي يحتوي على عنصر أو سمة أو مهارة. تطور الزومبي الأنثى أطلق مهمة جديدة، كلف بقيادتها للسيطرة على عش الزومبي وهزيمة السيد الحالي.
لتصبح السيد الجديد. رغم جوعه الشديد، لم يفوت فرصة لكسب بعض المال ولقمة عندما تكون هناك مهمة جديدة. بعد بدء المهمة الجديدة مع سي واي، أصبحت أكثر حماساً منه. في اليوم التالي وصلاً إلى الحدود بين غابة الأشواك ومدينة الصمت. لم تكن هناك عشائر زومبي كثيرة في هاوية النهاية. كان الزومبي يعتبر من الأجناس الأضعف، ولا يمكنهم إلا الاختباء في مناطق الحدود بين الغابات والمدن. في مثل هذه البيئات القاسية، وصلا إلى عش زومبي في الطرف الجنوبي من مدينة الصمت، حيث تبدأ غابة الأشواك. كان مليئا بزومبي الحيوانات المتحولة، مما جعله مكانا خطيرا. لكن حيوانات الزومبي نادرا ما تدخل مدينة الخراب، لذا كانت الحدود أكثر أمانا نسبيا، بالإضافة إلى أنها مكان جيد للطعام. كان هناك لحم متعفن من جثث الحيوانات. CUA وهو تسلل بالفعل إلى صفوف عشيرة الزومبي، لكن مجموعات الزومبي في ذلك العالم تبدو مختلفة جدا عن تلك في ألعاب نهاية العالم المعتادة. الزومبي المتحول الأنثى التي بدت كقائدة دعت الجميع للوقوف في صف لتناول الطعام. أعلنت أنه بعد انتهاء وقت الوجبة لن يكون هناك طعام، طلب منهم الوقوف في صف. في معظم الألعاب، الزومبي يهاجمون فقط عند وقت الأكل، عادة ما يكونون غير منظمين ويفتقرون للذكاء. لكن تلك المجموعة من الزومبي كانت ذكية بوضوح. مع إدارة صارمة وتنظيم، ينظمون الصيد حول محيط الغابة ويوزعون الطعام حسب قواعد محددة. مثلا الزومبي الصغار الذين لا يشاركون في الصيد ما زالوا يحصلون على حصص طعام يومية، حتى أنهم يأسرون نساء بشريات لتوفير التغذية للزومبي الصغار. لكنه كان محتارا، لماذا يستخدمون زومبي بشريين؟ لذلك سمع أن المرأة كانت باحثة بشرية. قتلت العديد من الزومبي بحجة إجراء تجارب، فتكهن أن الزومبي فعلوا ذلك لتعذيبها والانتقام منها. جاء دوره. شرب الحليب أخبره النظام بزيادة في التغذية والذكاء. أجاب على سؤاله. الآن فهم لماذا كان الزومبي هناك أذكياء أمسكت به الزومبي المتحول الأنثى. سألت ماذا يفعل؟ كان قلقا من أن تكتشف أنه ليس منهم، وبخته لأنها كانت في الصف الخطأ. بما أنه زومبي مراهق، عاد إلى الصف مجددا وهو يفكر أن مكانتها يجب أن تكون عالية. كان محظوظا لأنها لا تبدو مهتمة كثيرا بهوية الزومبي. ليست عدائية تجاه الغرباء أيضا. كان يستطيع أن يرى أنها تحاول تنمية العشيرة، لأن عدد الزومبي قد انخفض بشدة بسبب اللاعبين. كانت سيوي على الخط مع بعض الزومبي أمامه، متحمسة للحصول على المزيد. حتى بعد أن استلمت حصص اللحم لذلك اليوم، فجأة أعلن أحدهم عودة السيد. فتح الباب، فتحه اثنان من المتحولين الكبيرين. ظهر ظل السيد. كانت متحولة أنثى بأجنحة حمراء وقرون طويلة. تركب حيوان زومبي. سأل فانغو النظام لماذا لا يستطيع رؤية مستواهم ومعلوماتهم. كان يقصد هؤلاء التابعين الإناث الذين بدوا كقادة. شرح النظام أنه يمكنه فقط رؤية لوحات الحالة للوحوش المحددة بإعدادات لعبة بايو ويسلاند الرسمية واللاعبين الذين دعاهم شخصيا إلى اللعبة. لكن الزومبي أمامه كانوا كائنات أصلية موجودة فعلا في العالم، وكل واحد منهم فريد من نوعه. أدرك فانغو أن العالم مختلف تماما عن اللعبة الأصلية، وهذا يفسر التطور المذهل للزومبي هناك. جعله يعتقد أن لديهم فرصة للقتال ضد البشر الجدد، طالما يمكنهم الاتحاد والسيطرة على جميع عشائر المتحولين. كان يعلم أن هؤلاء الزومبي الإناث ليسوا من المستوى المنخفض، لذا مواجهة ذلك السيد لن تكون سهلة. والأغرب هو العلامات الرقمية على صدورهم. رد النظام أنه لديه عين جيدة، ثم شرح أن خلفيات هؤلاء الزومبي تعود إلى تجارب جينية في قلعة الأمل. بعد أن أسس البشر المدينة، بنوا مختبرا للجينات. الهدف الأصلي للمختبر كان إيجاد طرق لكبح الطفرات البيولوجية وإعادة الكائنات المتحولة إلى طبيعتها، حتى يمكن إنقاذ البشر المتحولين ويكون غير المتحولين محميين من التهديدات. لكن البحث لم يسر على ما يرام. بعد إصابة الزومبي بالمصل الجيني، أصبحوا أكثر عنفاً وتسارعت طفراتهم. اضطر البشر لإطلاق النار عليهم.
اعتقد الباحثون أن الفشل كان بسبب حمل الزومبي الذكور لمستويات مفرطة من الهرمونات الذكرية في فيروسهم، لذا حولوا تجاربهم إلى الزومبي الإناث. ولتتبع كل عينة بدأوا بترقيم جميع العينات التجريبية. كانت التجارب على الزومبي الإناث قاسية جدا، استخراج مواد من أجسادهم للبحث أو حقنهم بمواد كيميائية سامة. حتى التشريح الحي أجروا تجارب دمج بخياطة زومبي الإناث مع أنواع زومبي أخرى رغم فشل البحث في النهاية، إلا أنه أنتج مصادفة مصل خارق. البشر المصابون بالمصل الخارق لم يصبحوا فقط محصنين ضد فيروس الزومبي، بل أصبحوا أقوى بكثير مع قوة وسرعة محسنة. حينها أدركت البشرية أنه لا جدوى من إنقاذ الكائنات المتحولة بعد الآن، لأنهم أصبحوا قادرين على هزيمتهم. بدأت اتحاد الأمل باختيار نخبة البشر وحقنهم بالمصل الخارق وتجهيزهم بأحدث المعدات. هؤلاء النخبة أصبحوا يعرفون بالبشر الجدد. بدأت الموجة الأولى من البشر الجدد بصيد المزيد من الكائنات المتحولة لصنع المزيد من المصل، وهكذا تغيرت مهمة اتحاد الأمل بالكامل من إنقاذ المتحولين إلى صيدهم. خطتهم النهائية كانت إبادة كل الحياة المتحولة وبناء عدن جديدة، لكن ما لم يدركوه أن أول زومبي أنثى مصابة بالمصل الخارق بدأت بالفعل بالتغير. زومبي أنثى موسومة 0 كانت الأولى التي تطورت ذكاء وتذكرت كل ما حدث لها بوضوح، الخوف، الغضب وشعور عميق بالخطر أطلق انفجارا جينيا داخلها. تطورت جيناتها التجريبية بشكل كبير. في حالتها الهائجة قادت صفر زومبي آخرين للهرب من المختبر أثناء الهروب. بدأ الآخرون أيضا بالاستيقاظ والتطور. استهلك البشر في المختبر الرعب استجابة لإشارة الطوارئ. هرع البشر الجدد إلى المختبر لتقديم الدعم. كان قتل الزومبي العادي المتطور لا يزال سهلا، لكن ضد زومبي مثل الصفر كان البشر الجدد الحاليون بلا حول ولا قوة أمرتهم الصفر بعدم السماح لأي بشر بالفرار. رأى البشر أن جميع العينات خارجة عن السيطرة، فحاولوا الإخلاء مع التجربة النهائية والمصل الخارق. بقلبها المظلم تماما قادت صفر الزومبي الأذكياء المستيقظين وعشائر المتحولين الأخرى لتدمير مدينة قلعة الأمل. طردوا القوات البشرية والبشر الجدد الناجين تماما. خلال انسحابهم فعل البشر الجدد بروتوكول دفاع المدينة لمحاصرة عشائر المتحولين بداخلها وتفجير المدينة معهم. منذ ذلك الحين لم ترى الصفر مجددا. الزومبي الأقوياء في هاوية النهاية هم على الأرجح الناجون من تلك العشائر المتحولة الفضيحة الضخمة حول البشرية. كانت مثيرة جدا بحيث لا يمكن إنهاؤها دفعة واحدة، وهي بعيدة جدا عن النسخة المحررة التي قدمها القصة الرسمية لهم. عرف فانغو أنه يجب أن يكون أكثر حذرا من الآن فصاعدا، فبعد كل شيء أخطر المخلوقات في العالم هم البشر. لكن هناك شيء جيد في كل ذلك، فقد أخيرا اكتشف شيئا في اللعبة. الزومبي كانوا مجرد طفرات عادية، وإحدى عشائر الطفرات يمكنها التطور. لكن في ذلك العالم اكتسب الزومبي التطور من خلال تلك التجارب، وهذا منحهم إمكانيات لا محدودة. شعر بمدى نعمته من السماء. لاحظ أحدهم أنه يبدو غريبا. المرأة التي تحمل العلامة سواحد رأت أنه يبتسم ابتسامة مخيفة أيضا بسبب تلك الابتسامة المرعبة. جعلها تتساءل إذا كان جاسوسا من جانب البشر. اقترحت نبش عينيه، لكن أحدهم دفعها بخرطومه باستخدام خرطوم آخر. سألت من هناك CU أوقف أمامها. سواحد شعرت بأنها مألوفة. سواحد استمتعت بحمايتها لرفيق، وأكدت أن عشائر الطفرات يجب أن تكون شجاعة ومتحدة. لكن كان من المفاجئ أن زومبي حقير مثلها تمكن من تطوير مهارة غاز، وأثنت على لاي يينغ لعمله الجيد. رد يينغ بأن هذا متوقع من قيادة سيدها إطعام لحوم وحوش الطفرات المتطورة مع حليب الإنسان كمحفز غذائي قد عزز بشكل كبير ذكاء وقدرات الزومبي الصغار. ردت سواحد أنه بما أن الأمر كذلك يمكنها المضي قدما وترتيب الجولة التالية من تدريب البقاء
تماما كما توقع فانغو. لم يكن من السهل التعامل مع قائد زمرة الزومبي، لذا أعدوا كوا لدعمه في أي لحظة، لكنها تصرفت باندفاع. لكن هذا يثبت أنها زميلة وفية، يعتقد أنها موثوقة لأنها تدخلت في الوقت المناسب. كان الأمر يستحق الإقامة والطعام وعد بذلك. ولاحظ أيضا أن سيدة اللورد تحترم من كانوا جريئين وماهرين في القتال. سأل عن تدريب البقاء الذي ذكرته سيدة اللورد. همس الزومبي الصغير بجانبه إنه السماح للشباب الزومبي الذين وصلوا لمرحلة نمو معينة من فرقهم الخاصة ب3 زومبي لكل مجموعة، والبقاء على قيد الحياة في غابة الأشواك لمدة شهر واحد. فقط من يعود حيا يمكنه البقاء في العش. أدرك أنه أينما كان لن تهدر المجموعة الموارد على المتطفلين، لكن بناء على ما تذكره من اللعبة كانت الوحوش المتحولة في غابة الأشواك قوية للغاية، وكل الطفرات التي واجهها هناك كانت أقوى بكثير من نظيراتها في اللعبة. يتوقع أن البقاء هناك سيكون صعبا. قالت ينغ إن الأمر مبكر جدا، واقترحت تدريبهم أكثر قليلا. أولا، أو على الأقل تعليمهم بعض مهارات البقاء. بعد كل شيء، في المرة السابقة فقط حوالي 10 الزومبي الصغار عادوا أحياء. استاءت سواحد من أنها تعلمها كيف تقوم بعملها. أوضحت أنها لا تجرؤ على ذلك. أخبرتها سواحد إنه مسألة وقت فقط قبل أن يعود البشر الجدد يهاجمون إلى هاوية النهاية، لذا يجب على عشائر الطفرات أن تصبح أقوى بسرعة. فالموت في تدريب البقاء أو الوقوع في قبضة البشر الجدد هو حقا مصير أسوأ من الموت. في هذه الأثناء الباحثة البشرية الأسيرة التي كانت عيناها مغطاة شعرت بخز في عينها. جعل رجلا بشريا آخر يعلن أن عينيها قد تم إغلاقهما. كان هذا الرجل قناص عين الشبح. مستوى 34 من تحالف البشر الجدد تحت حالف عين الشبح، وكان تحديدا على مستوى اللورد. علق أن الزومبي المستيقظين كانوا ماكرين جدا، حتى مع مهارة الرؤية المشتركة لم يستطع رؤية أي شيء مفيد من خلال الشقوق. الدكتور تشين أصبح مجرد بيادق مهدرة، سكين كهربائي قاتل. مستوى 36 من تحالف البشر الجدد تحت جنة العطش للدماء على مستوى اللورد. ردا بين عشائر الطفرات، الزومبي تطوروا بأسرع وتيرة، عليهم أن يكتشفوا بسرعة السبب. تعتقد أنه حان الوقت لتدخلهم. قناص عين الشبح استاء وشعر بأنها تحتقرهم. سخر منه لأنه يغضب من كلمات قليلة فقط دعتهم للمرح. فبعد كل شيء، منذ دخولهم عالم اللعبة الحقيقي، استيقظ البشر الجدد على تطورهم الجيني، لكنهم لم تتح لهم الفرصة للقتال بكل قوتهم بعد. غضب شخص آخر منهم كان الرجل الحديدي إكس مستوى 39، لورد علم الحديد من تحالف البشر الجدد. قال لهم إن كل ما عليهم تذكره هو الثمن الذي دفعوه للتأهل لعالم اللعبة الحقيقي. إذا لم يتعاونوا ويكملوا المهمة النهائية، فمن المحتمل أن يتم طردهم من العالم، لأن الموت هناك يعني الاختفاء إلى الأبد. المتمرد مستوى 99. قائد الصياد البشري الجديد وافقه الرأي. قال إن السيطرة الكاملة على العالم الرائع كانت السبب الحقيقي لعبورهم إلى ذلك المكان. وإذا انتبهتم، هذا الشخصية تشبه تماما تلك التي كان يمتلكها بطلنا عندما أنهى اللعبة. عودة إلى قاعدة الزومبي، الباحثة لا تزال تبدو وكأنها تعاني من عينها. تعرف صبينا على مهارة الرؤية المشتركة على الفور، وأعطاه فكرة أن هذه الفتاة ربما تكون أيضا لاعبة. لكن الغريب أن الزومبي في هذا العالم أصبحوا أذكى، حتى أنهم غطوا عين الأسيرة البشرية. شيء آخر، تساءل فانغو لماذا يمكن للاعبين أن يحملوا لا يتذكر هذه الخاصية في اللعبة، وحتى لو لم يأتي أحد لإنقاذها كان لغزا له. لماذا لا تقوم فقط بتسجيل الخروج إذا كان محقا يمكنه استخدام تلك الشخصية؟ بعد مغادرة اللورد تم دفع الزومبي من نفس العمر إلى منطقة منفصلة، بدءا أن أيام الطعام المجاني قد انتهت. هنأهم يانغ على تأهلهم لتدريب البقاء، ثم شرح القواعد والاحتياطات. إذا أرادوا العودة أحياء، من الأفضل أن يستمعوا جيدا. أولا، تدريب البقاء
سيقام في غابة الأشواك وسيستمر لمدة شهر. خلال هذا الوقت يجب عليهم البقاء في الغابة وتعلم الصيد تدريجياً. أي شخص ينجو طوال الشهر يمكنه العودة إلى منطقته للبقاء. كانت الأولوية القصوى هي الاختباء وليس الهجوم، وإذا صادوا فمن الأفضل العمل في فرق صغيرة، لكن لم ينصح بالتجمع كله معا لأن ذلك يسهل على الوحوش القضاء عليهم دفعة واحدة. كلما تعمقوا في الغابة أصبحت الوحوش أقوى، لذا من الأفضل استكشاف الأطراف أولا والتحرك تدريجيا إلى الداخل. تحذيرها الأخير لهم كان عدم الذهاب إلى مركز الغابة. أصبح فانغو وسي ويحذرين من محيطهم. لاحظ فانغو كيف شرحوا القواعد والاحتياطات، لكنهم لم يعلموا مهارة بقاء واحدة. كان الأمر كما لو أنهم أرسلوهم للموت فجأة. ظهر صبيا من الأدغال بجانبهم ووافق على ما قاله، وأضاف أنه مما سمعه فقط واحد من بين عشرات الزومبي. في الجولة الأخيرة من التدريب عاد حيا. تفاجأوا برؤيته. أشار فانغو أنهم ليسوا مقربين. قدم الصبي نفسه باسم لي بابا، وشارك أنه قبل أن يتحول إلى زومبي تدرب قليلا على فنون القتال، لكنه يعتقد أن هذا مجرد نسخة تامي ومنلي من ناروتو. لاحظهم يتسللون من الخارج فعرف أنهم ليسوا عاديين، لهذا أراد تشكيل فريق معهم. رفضه فانغو. المزيد من الزومبي يعني المزيد من الأفواه التي يجب إطعامها. وكوى وحدها بالكاد كان لديها طعام كاف. جلبه معهم سيبطئهم. عرف بابا ما يقلقه. كشف أنه استيقظ على قدرة أيضا. عرف فانغو أنه إذا قبله سيكون لديهم توازن أفضل بين الهجوم والدفاع. رحب به في الفريق، لكنه قال له أن يتبع قيادته. سأل بوبا عن أسمائهم. رد فانغو أن الأمر غير مهم لأن البقاء على قيد الحياة هو المهم. جادل بأنه ليس صحيحا تماما لأنهم نصف أموات على أي حال. لم يجد فانغو ردا على ذلك. استمر في الحديث حتى هدد فانغو بإخراجه أولا. إذا لم يصمت بدأ فانغو يفكر أنه فقط يريد تشكيل فريق ليجد من يتحدث إليه. هنأه النظام على تكوين صديق زومبي. كانت جائزته 250 قطعة ذهبية ليصبح مجموع ما لديه 7255 قطعة ذهبية. تفاجأ بأنه حصل على مكافأة. في هذه الأثناء في منطقة غابة الأشواك واحد تمسك زومبيان بزومبي عضلي يدعى جاهوي. كانوا خائفين لأن المكان كان مخيفا. طمأنهم ألا يقلقوا، خاصة عندما يلتزمون بحافة الغابة لأنها الأكثر أمانا. فجأة اختطفت المرأة بواسطة خرطوم. لاحقا تم اختطاف جاهوي والبقية أيضا، وكان هذا في الواقع من قبل ضفدع متحول يدعى ضفدع الظهر الزهري. لديه عدة ألسنة ملفوفة حولهم. كان فانغو قد مر بتجربة تنظيف المنطقة واحد من قبل، فكان يعلم أن العديد من المخلوقات الخطرة تختبئ في المناطق الخارجية للصيد بسهولة أكبر. اختبأوا خلف الأدغال وشاهدوهم. يعتقد العديد من الزومبي عديمي الخبرة أن الاختباء في الأطراف الخارجية سيحفظهم آمنين، لكنهم انتهوا كطعام لتلك الوحوش المتحولة. كانت المنطقة واحد من الغابة أرض تغذية للوحوش المتحولة التي تهاجم بحثا عن الطعام، بينما كانت المنطقة 2 منطقة تعشيش الوحوش المتحولة، أي غازات يتم اصطيادهم بلا رحمة. كانت المنطقة 3 هي المنطقة الأكثر أمانا نسبيا لأن المناطق 4 و5 تحكمها وحوش متحولة على مستوى الملك، لذا يتجنب العديد من الوحوش المتحولة تلك المناطق وينسحبون إلى المناطق 1 و2. الوحوش على مستوى الملك يقودها الملك الأسطوري. العديد من الوحوش المتحورة تتجنب تلك المناطق وتهرب إلى المناطق 1 و2. الوحوش من مستوى الملك كانت بقيادة الأسطورة ملك الأشواك، وهذا أيضا سبب تسمية الغابة. لكن بدأوا في صيد بعض المخلوقات المتحولة الصغيرة في منطقتهم المخصصة للتدريب. هزم بابا فأرا متحولا ضخما. قتلت سيوي سمكة بيرانة متحولة، بينما قطع فانغو رأس قنفذ متحول. بسبب قتالاتهم حصل على 1000 قطعة ذهبية.
ليصبح مجموع قطعه الذهبية 8255، كما حصل على مكافآت طعام مثل لحم الفأر المقلي الحار، سمك البيران الحلو والحامض، وشرائح القنفذ المقلية. كما حصل على تطور مهارة يسمى التحول مع خاصية الأشواك بعد الإحماء. بدأوا بالتنسيق لصيد وحوش متحولة أكبر بالعمل الجماعي، خرجوا جميعا وأخيرا أسقطوا قرد الدب العملاق المتحول. حصل على 600 قطعة ذهبية، لذلك ليصبح مجموع قطعه الذهبية 8855، وكانت جائزته حساء قرد الأشواك. كما حصل على تطور مهارة يسمى التضخم العقلي. لديه الآن مهارتان للتحول العقلي: الأشواك والتضخم. بعد ذلك استمر الثلاثة في التعاون لصيد الوحوش. قاتلوا الوحوش حتى غروب الشمس. كان الليل خطيرا جدا للصيد، وحتى الزومبي يحتاجون للأكل، لذا كان حصاد ذلك اليوم أكثر من كاف لوجبة كاملة. أخبره بابا أن مهاراته في الطبخ مذهلة. سأل كيف يمكنه إعداد أطباق كهذه بسرعة. خمن أنها تقنية سوداء مسروقة من البشر الجدد. اضطر فانغو للرد بنعم، كانت مثالية. لكن بابا استمر في الكلام لملء الفراغات، لذلك لا يحتاج حتى للتفكير في عذر بفضل الخبرة القتالية المتراكمة وزيادات الإحصائيات من الطعام. تطورت سي مرة أخرى، لم يتغير جسدها فقط بل أصبحت خرطومها أكثر رعبا. أظهر بابا أيضا تطورا واضحا بعد تناول الطعام، أصبح جسده أكثر قوة وقفزت قوته التدميرية إلى مستوى أعلى. شعر فانغو أيضا أن قوته تحسنت كثيرا. نام في كهف مخفي لكنه ظل مستيقظا. تحقق من إحصائياته التي أظهرت أنه يملك 15,000 قطعة ذهبية، صندوقا أعمى أساسيا واحدا، ومهارة خاصة تسمى التحول التي لها خصائص مثل الأشواك والتضخم والمرونة. تساءل لماذا لا يستطيع رؤية مستواه وأرقام إحصائياته. أجابه النظام أن هذه كانت فقط عناصر من اللعبة، والآن بعد أن تأقلم تدريجيا مع ذلك العالم لم تعد تلك المعلومات تظهر. العالم لم يكن محكوما بالمستويات أو الأرقام، لذا لم تعد تلك المقاييس ذات معنى له تماما كما ظن. كان حقا عالما حقيقيا، لذا هو حر في التطور دون التقييد بالمستويات. هذا يعني أن المهارات ستصبح أكثر أهمية من الآن فصاعدا. اختبر بالفعل خاصية الأشواك، لكنه كان فضوليا حول التضخم والمرونة. أعطاه النظام مهمة جديدة، وهي قتل نمر لهب متحول بمفرده قبل الفجر. فكر في كيف تطور البعوض المتحول ليحاكي شكل الإنسان لجذب الزومبي، ثم يمسك بهم ويمتص دماءهم. أعطاه فكرة عن ما يمكن أن تكون عليه المرونة. ذكره النظام أن الليل هو الوقت الأكثر خطورة في غابة الأشواك. معظم الوحوش المتحولة الكبيرة هي صيادة الليلية. اشتكى من أن النظام الغبي يزعجه مجددا. قرر فقط قتل النمر لاختبار المهارات الجديدة. الليل هو أخطر وقت في الغابة، لكن لحسن الحظ حفظ تضاريسها من صيد الوحوش خلال النهار. فخرج صادف فانغو نمر الله بالمتحول أثناء صيد الأبراج المحصنة، تجنب استفزازه حتى يتمكن من إكمال المهمة بسلاسة. كان يعلم أنه سيكون متعبا إذا غضب. تفاجأ بحجمه الكبير. كان على الأقل ضعف حجمه عندما رآه لأول مرة، لكنه فكر بما أنه عالم حقيقي فمن المنطقي أن الوحش تطور مع الوقت. سرعته وقوته كانت أبعد مما تذكر، فكان يعلم أنه لن يكون سهلا ضربه، لكنه دافع عن نفسه بذراعه. جلده كان سميكا جدا، لم يستطع حتى قطعه. فكر في استراتيجية أخرى. تحولت ذراعيه إلى شفرات كبيرة. اندفع نحوه بينما توقع النمر اللاهب ذلك. ضرب بشفرته بحركة إكس بينما حاول النمر خدشه. تبع ذلك انفجار هائل هبط بأمان على الأرض. كان سعيدا لأن هجومه نجح، لكن على الفور عادت مخالب النمر المكسورة إلى حالتها الأصلية وأطلقوا النيران من جسده. كان تجديده قويا جدا، والآن بعد أن غضب تم تفعيل خاصية اللهب بالكامل. بدأ فانغو يتساءل إذا كانت هذه نهايته. تحلقت الحطام في كل مكان عندما تحرك.
تفاجأ أن فريستو تفادت. تذكر فانغو أنه لا يزال لديه حركة أخيرة. تم تفعيل خاصية اللهب بالكامل. بدأ فانغو يتساءل هل هذه نهايته؟ تحلقت الحطام في كل مكان عندما تحرك. اندهش لأن فريستو قد تفادت الهجوم. تذكر فانغو شيئا، لا يزال لديه حركة أخيرة. المرونة. أطلق رصاصة متحولة نحوه، وكان الارتطام قويا. انفجر رأس النمر الناري. نجح في هزيمته وحصل على مكافآت مثل 3000 ذهب. مهارتان أساسيتان من صناديق العمى، مثل لسان الوحش التي تسمح له بفهم والتواصل مع جميع الوحوش المتحولة. التضخم، المرونة واللاهب. المهارة الثانية كانت لسان الوحش. شعر بالارتياح لإنهاء المهمة أخيرا. فجأة كان هناك صوت تحطم عال. جاءت بعض الوحوش. كانت نمر الجليد المتحول، نمر الرعد المتحول، ونمر فاجر المتحول. تحدثوا فيما بينهم يسألون إذا كان الزومبي هو من قتل النمر الصغير. أدرك فانغو أن الضوضاء جذبت العائلة بأكملها، فوجئوا عندما ضربتهم نار. أحرقت نمر فاجرا متحول. زأر بشدة من الألم الشديد. وعد نمر الرعد المتحول بإنقاذه، لكن نمر فاجرا متحول ارتبك عندما تقدم نمر الجليد المتحول وداس عليه لإخماد النار. لكن لدهشتهم اشتعلت النار أكثر وابتلعت نمر فاجرا المتحول. قال لهم فانغو إنه لو لم تكن المهمة. لكن نمر فاجرا المتحول حير عندما تقدم نمر الجليد المتحول وداس عليه لإخماد النار. لكن لدهشتهم نما الحريق أكثر. اتهم نمر فاجرا المتحول. قال لهم فانغو إنه لولا المهمة كان يكره أن يحرقهم، لكنه كان أعمى عن كمية الذهب التي يمكنه الحصول عليها. بينما نمر فاجرا المتحول يستمر في الحرق، هاجمه الاثنان الآخران. لكن فانغو الأرض وجعلها ترتفع كبرج يحجب الهجوم القادم. بدأت الشقوق تتشكل واخترقت المخلوقات المتحولة، لكنها انتهت بالحيرة لأنهم كانوا يسقطون في حفرة من الحمم. علق فانغو على توقيتهم المثالي لأن القدر الساخن بدأ يغلي للتو، وهنا يذهب قطعتان من اللحم. بعد هزيمتهم كانت جائزته 10,000 ذهب، تاج ملك النمر، و3 صناديق عمياء أساسية. الآن أضيف الرعد، الجليد والمعدن إلى سماته. لديه بالمجمل 28,000 قطعة ذهب و6 صناديق عمياء أساسية. السمات الذهنية المتحولة كانت الآن الأشواك، التضخم، المرونة، اللهب، الرعد، الجليد، المعدن. وكانت مهارته الثانية هي لسان الوحش. بعد شهر انتظرت 3 زومبيهات بجانب الشجرة الكبيرة. كانت ينج قلقة من ألا ينجو واحد منهم. عبرت سواحد عن أملها في هذين الطفلين الزومبيين الصغيرين، لكنها الآن تعتقد أنها كانت مخطئة بشأنهم. رأت 00 على CUA للحظة قصيرة، لكنها ظنت أنها تتخيل. كانت إحدى النساء نائمة مقلوبة حتى شعرت بوجود قادم من أعماق الغابة. سألت يينغ إذا كان ذلك زومبي، فأجابت أنها شعرت بذلك، لكنها تعرف الزومبي جيدا. لا يمكن أن يكون لديه هالة ساحقة كهذه. عبرت عن أن وجوده كان كزحف وحوش كافية لشل شخص من الخوف. كان 01 يعلم أن شياو يو لديها حواس حادة للغاية، لذا كانت عادة مدركة لكل ما حولها. لهذا هي دائما هادئة ومتزنة. حتى لو سقط السماء يمكنها النوم بعمق، لكن شيئا ما كان ذلك كافيا لتفزعه وجعله متوترا. أثار اهتمامها. أشار أحدهم إلى حركة من الغابة. كان انفجارا مدمرا من بعيد. داس قدم كبير على الأرض. كشفت عن مخلوقات مخيفة. تفاجؤوا لرؤية أنه ملك الأشواك وحش 2 أشواك متحول. تساءلوا إذا كان في حالة هياج مع كل جيش الوحوش. لاحظ أحدهم أنه حركاتهم كانت منظمة، كأنهم يتجهون نحو مكان محدد. فهمت سواحد ذلك. أدركت أن الوحوش كانوا يرافقون ملكهم الجديد إلى المنزل. فوق وحش التنين الأشواك المتحول كان فانغو والسيو، وسألوا بابا. تساءلت الزومبيهات كيف تمكنوا من إنجاز ذلك. ظن سواحد أنه مجرد مبتدئ، لكن تبين أنه ألقى قنبلة ملكية في البداية. كان واعدا.
وهذا جعلها متحمسة. لم تتوقع أنه تمكن فعلا من ترويض المتحول. وحش التنين الأشواك في شهر واحد فقط قررت اختبار ما صنعه. طارت نحوه مباشرة. سأل بابا فانغو لماذا هاجموا اللورد فجأة. لم يكن لديه فكرة، لكن بعد شهر من التدريب كان فضوليا أيضا لمعرفة إذا كان يستطيع الصمود. استخدم بابا مهارة التمعدن لكمة مدفع ثقيلة 100%. أعجب سواحد. بعد شهر من الغياب أصبح جيدا. تفادى هجومه ثم ركلته من الخلف قائلا له إنه من المؤسف. لا يزال لا يستطيع ضربها، وعندما تحطم على الأرض تحطمت. بعد ذلك لم يستطع التحرك. إشارة أخرى لياماتشا في هذا المشهد التالي للهجوم كان CUA، والزوجة رقم 1 لم تكن تمزح أبدا. بذلت كل ما لديها. استخدمت سيو مجساتها للهجوم، لكن اللورد صدها. ولاحظ اللورد أيضا كيف هي أقوى من الرجل السابق وأسرع أيضا. كانت سيو غاضبة لأنها آذت رفاقها. أطلقت عليه أشعة. أجبرت اللورد على حماية نفسها داخل شرنقة. كانت كوي محتارة عندما رأتها، فحصت كل أجزاء هذه الشرنقة حتى خرج اللورد وأفاجأها. استخدم اللورد موجة صوتية منومة أخبرتها أنه لا توجد لديها تكتيكات. تخيلها تصبح قوية بشكل مخيف، لكنها في تلك اللحظة كانت منومة للنوم. حركة سريعة جذبت انتباه اللورد. كانت تعرف أن الطفل ينتظر منذ فترة. أكدت لهم أنها جعلتهم صامتين للتو، ولم تكن تبالغ كثيرا. والآن بعد أن لم يعترض أحد على جلسة المبارزة، يمكنها أن تبذل كل ما لديها. أطلق بطلنا طاقة قوية، وأثناء إخبارها بعدم التراجع اقترحت تغيير المكان. وافق. تحرك بسرعة البرق. لم تستطع الزومبيهات الأخرى حتى تتعقب حركاتهم، وكان هذا مجرد البداية. كانوا يعلمون أن لا أحد منهم جاد حقا، لكن هذين الاثنين تصادما في الهواء ثم انتهى بهما الأمر على الأرض. قال اللورد له إن الإحماء انتهى. أصبحت جادة. أظهرت ذلك بإطلاق ختم شيطان الجحيم، ثم أطلقت قوة الليل. كانت الانفجار قوي جدا حتى ارتفع في الهواء. أعجبت بكيفية وجود إمكانيات لديه، لكنها كانت تعلم أنه يجب عليهم هزيمته وإلا فلن يستمع. لكن لدهشتها أوقف هجومها بإصبعها فقط. كان فانغو مسترخيا وقال لها إنها فهمت الوضع كله خطأ. ثم نفذ ركلة سريعة. أرسلت موجات صوتية قوية إليها في المنتصف دفعتها للوراء. أوضح أنه ليس هناك ليكون تلميذا لأحد. سقط لورد الزومبي الحالي سواحد على الأرض. بينما طلب منها فانغو أن تستمع جيدا، أطلق طاقة قوية وقال لها إنه هنا ليقودهم. لم يدعمها. استخدم قوة التنين ثم تحول إلى شكل درع ملك التنين الأشواك. مع ذلك كان مستعدا لإظهار قوته. كانت نتيجة عمله الشاق لشهر. أطلق زئير التنين. كانت تعرف أن تلك قوة تنين الأشواك الضخم. كانت فضولية كيف حصلت عليها أيضا. لم تستطع تفادي الهجوم. سقطت سواحد على ركبتيها ولم تصدق أنها خسرت. أشار فانغو إلى أنها لم تخسر ظلما. كان يعلم أنها ستكون مخيفة في المستقبل، لكن في تلك اللحظة ستكون فقط واحدة من قادته. جادلت بأنها خفضت حذرها للحظة فقط، لكنه كشف أنه استخدم فقط عشر قوته لهزيمتها. وإذا لم يكن مخطئا، لم تكن طاقتها المتبقية كافية للحفاظ على الشكل المزيف لفترة أطول، وهذا أدهشها. فتحولت إلى شكل تشيبي، ثم سألها كيف عرف بسرها. في هذه المرحلة لدى فانغو 350 ألف ذهب، 0 عناصر ومهارات خاصة. أولا هو التحول الذهني الذي يمتلك فيه سمات مختلفة مثل الأشواك، التضخم، المرونة. المهارة الثانية كانت لسان الوحش. كان لديه أيضا سمات خاصة بالنار، البرق، الجليد والمعدن. لديه مهارة تسمى ملك الأشواك، حيث يمكنه استدعاء مخلوقات متحولة من غابة الأشواك. وأخيرا يمكنه استخدام قوة التنين، تحديدا الدرع وقدرات الأشواك المتحولة. تنين ضخم أخبرها أنها لا تحتاج لمعرفة ذلك. جعلها تتساءل إذا كان زومبي سحري.
مجرد استرجاع. في ذلك الوقت ترك صفر الجميع تحت رعاية واحد شياو فو، كانت زومبي صغيرة آنذاك، لكنها طلب منها قيادتهم والقتال من أجل البقاء. سأل الزومبي الصغير صفر لينغ لينغ إلى أين تذهب؟ عبرت عن أنها لا تستطيع فعل ذلك وحدها، لكن لينغ لينغ أدار ظهره قائلا إن هناك شيئا مهم جدا أن تعتني بنفسها، لهذا تحتاجها أن تؤمن بنفسها. لقد أصبحت للتو القائدة، لم تكن تريد خذلانها، لذا قادت الجيش وهربت من غارات البشر لسنوات، لكن الرجل كان أقوى بكثير منها. ومع وجوده في القيادة تعتقد أن جيش الزومبي قد يكون لديه فرصة للرد. نادته بالسيد وطلبت منه قيادتهم. هنأ النظام فانغو على هزيمة قائد عش الزومبي، وأصبح اللورد الجديد، وكانت جائزته 10,000 ذهب ليصل مجموع ما معه إلى 360,000. أصبح الآن يسيطر بالكامل على جيش الزومبي، طمأنها أنه من الآن فصاعدا سيقود الجميع ليتمكنوا من البقاء. أصبحت فضولية كيف تمكن من هزيمة وحش التنين الأشواك. أزعج ذلك فانغو لأن النظام خدعه مرة أخرى. بعد أن هزم عائلة النمر حصل على إحصائيات قوية وصناديق عمياء أكثر. أصبح أقوى وأطلق مهمة مخفية لهزيمة وحش التنين الأشواك خلال يوم واحد. اشتكى للنظام لأنه بدا وكأنه يريد موته لهز ذلك الوحش. فتح كل الصناديق الستة دفعة واحدة، كان محظوظا جدا وسحب 6 بطاقات استنساخ. مدة بطاقة الاستنساخ ساعتان. وصلت قوة المعركة إلى 80% من المضيف، وكانوا تحت سيطرة إرادة المضيف. لو كان هو القديم يقاتل بمفرده ربما لم يكن لديه فرصة، لكنه أصبح أقوى الآن، لديه 7 منهم بالمجمل. كانت كجيش لبطلنا، وكان تعاونهم ممتازا بينما كان وحش التنين يغلب عليه. انضم كوا لتقديم الدعم الناري. كانوا يحاولون إنهاء القتال بأسرع وقت ممكن. كان التنين بالكاد متمسكا بالحياة، وكانوا مستعدين لتوجيه الضربة النهائية، لكن ما كان يخشاه حدث. انتهى وقت استنساخاتهم. انضم بابا طواعية، وصل في الوقت المناسب، وهذه المرة كان أقوى بكثير. شدد جسده بينما استخدمه فانغو لتوجيه الضربة النهائية. في النهاية أسقط الوحش التنين بضربة مطرقة واحدة. سقط الوحش على الأرض، ثم هنأه النظام على هزيمة وحش التنين الأشواك. كانت جائزته 70,000 ذهب ليصل مجموع ما معه إلى 350,000 ذهب، كما حصل على مهارة ملك الأشواك، حيث يمكنه قيادة المخلوقات المتحولة في غابة الأشواك. كما حصل على قوة التنين، الدرع، ومهارات وحش التنين الأشواك المتحول. بينما كان التنين ينظر إليه، قال له فانغو إنه لا يزال ملك الغابة ويحتاج دعمه حتى يهزم البشر الجدد. قال لسواحد إنه وتعرف التنين الوحش عليه، وأصبحا أصدقاء. كان يعلم أنها لن تصدقه، لكنه لم يستطع الكشف عن كونه لاعب نظام. في العش كان الزومبي الكبير يطعم شياولو ببطء. فجأة جاء صوت عال من السقف، ثم نزل شخص ما، وأشارت الأنثى البشرية بمسدس إلى رأس الزومبي الكبير وفجر رأسه بعيدا. الطائر لو خاف وطار بعيدا، صاح طلبا للمساعدة. بينما كان البشر الجدد يهاجمونهم، سقطت الزومبيهات واحدة تلو الأخرى. بينما كان البشر الجدد يهاجمونهم بأسلحة الليزر. بعد ذلك سقط الجميع بسبب تلك النساء الثلاث. علقت امرأة واحدة أنهم جميعا بائسون. ذكرت الأخرى ألا يهبطوا حذرهم، لأنها سمعت أن بعض الزومبيات عالية المستوى هناك استيقظت قدراتها. أخبرتهم المرأة الأخيرة أنه يجب عليهم الإسراع والقضاء على العميل المخفي المصاب. لدهشتهم أمسكت يدان كبيرتان امرأتين. كان الزومبي الكبير نحيفا وعظامه الداهرة، لذا كان جائعا. فوجئوا بحجمه الكبير. كشف ليو لهم أن قدرة وانغ القديمة كانت التضخم، فقد أكل المرأة بين يديه. وأشار ليو إلى وجود واحد آخر. لحسن الحظ كان وانغ لا يزال جائعا. حاول الإمساك بها لكنها تمكنت من التراجع. كانت تعرف أن الأسلحة التقنية ليست مجرد دغدغة له، كان عليها استخدام قوتها البشرية الجديدة. دارت حوله، فعلت القدرة المسمى سراب خطوة العاصفة، وعلق وأنغ في الريح.
في النهاية شعر وأنق بالدوار. سأل الدكتور تشين من هناك. أجابت المرأة أنها هي تعرف عليها الدكتور تشين من ظل الريح. شعرت بالراحة لأنها جاءت لإنقاذها، لكن عين الشبح أعطى الأمر بمحو العش. وقتلها أخبرتها أنها السبب لأنها حملت طفل زومبي. صرخ الدكتور تشين بها لتنتظر وتستمع. أخرجت مسدسا وأطلقت النار، لكن أحدهم خدشها وقطع ذراعها. تفاجأت بما حدث ليدها. عاد بابا للتو من التدريب الخاص، وصادف إنسانا. كان التوقيت مثاليا لاختبار مهاراته. حاول ضربها عدة مرات، لكنها تفادت الهجوم ببراعة وهي تمسك ذراعها. لاحظ أنه أصبح سريعا. سأل إذا كان لديها حيل أخرى وشجعها على استخدامها كلها دفعة واحدة، لأنها لن تحصل على فرصة أخرى. أدركت المرأة أن الزومبي هناك تطور إلى درجة تمكنهم من التحدث بطلاقة، لكنها لم تهتم كثيرا لأنها كانت واثقة من أنها يمكن أن تسحقهم بغض النظر عن مدى ذكائهم. تفاجأت عندما لكمت من الخلف مما دفعها إلى الهواء. قال لها بابا إنه يمكنه أن يخطئ 100 مرة، لكنها لا يمكنها أن تخطئ حتى مرة واحدة وإلا ستموت فورا. بينما كانت في الهواء أمسكها وحش الزومبي وأكلها. قال بابا إن ذلك كان خطأ رهينة. بعد أن خسروا الكثير من الزومبي اقترح إطعامها للوحش الزومبي، لكن فانغو طلب منه الانتظار. قال بطلنا له أن يترك الأمر له، ثم أمره بالذهاب للعثور على المتحولين الناجين في العش وجمعهم. وانتظر إشارته. تبع بابا أوامره طواعية. أزال فانغو القيود. فوجئت المرأة الحامل وجلست على الأرض. قال لها فانغو إن قتلها سيكون لطفا زائدا، بما أنها لاعبة يمكنها إعادة الظهور. أثار فضولها كيف عرف عن اللاعبين بينما هو مجرد متحول. استنتجت أنه لا يعرف ما أصبح عليه عالم اللعبة الحالي. سألها ماذا تعني بما أنها ستموت على أي حال. تعتقد أنه لا ضرر في إخبارها. شاركت أن اللاعبين الذين تلقوا دعوة لتجربة النسخة الحقيقية من اللعبة أصبحوا شخصيات ولا عودة. الموت في ذلك العالم يعني الموت الحقيقي. أدرك فانغو أن لاعبين آخرين تمت دعوتهم أيضا. كان فضوليا لماذا هو الوحيد الذي أصبح زومبي. ثم سألها عن معدتها. روت أن السبب هو ذلك الحقير. كانت في الأصل حاصلة على دكتوراه، طالبة في الهندسة الحيوية بجامعة شنغبي، لكنها لم تتخرج لأن أطروحتها كانت تفشل باستمرار. كانت مشغولة في المختبر، وبعد العودة إلى المنزل شعرت بالملل فبدأت تلعب لعبة أرض الدمار البيولوجي مع لاعبين آخرين لتمضية الوقت. هناك التقت بشخص اسمه ثاندرفاير. بدأ يركض الزنزانات معها يوميا، وفي النهاية أصبحوا عشاقا داخل اللعبة. في يوم أرسل لها دعوة نظامية تقول إنها يمكنها دخول اللعبة لتجربة غامرة كاملة. تجربة. فكرت لماذا لا؟ لكن كان ذلك بداية كابوسها. في البداية كانت مفتونة بواقعية عالم اللعبة، وأصبح ثاندرفاير وهي عاشقان في الحياة الواقعية أيضا. لقد أوصى حتى بمساعدتها في تطوير مصل تطور بيولوجي لتحالف إحياء البشر الجدد. لم تكن تتوقع ذلك، أن تكون تقنيات عالم اللعبة أكثر تقدما من العالم الحقيقي. بدأت أبحاثها تظهر نتائج، ثم اكتشفت أنه كان يقبل سرا لاعبا آخر، وكانت هي بالفعل حاملا بطفله للتخلص منها لأنها لم تعد مفيدة. عمد إلى الإيقاع بها خلال مهمة وسقطت في فخ المتحولين. كان يريد استخدامها كحاضنة لمشاركة الرؤية مع سيد عين الشبح، لكنها قد عمت نفسها ولتغطية كل ما فعله. أمر بمحو العش وأجبر اللاعبين على قتلها أيضا. بدأت تفكر إن الموت سيكون أفضل تحرير لها. قال لها فانغو إنه إذا ماتت فلن يشعر من آذاها بأدنى ندم. الشيء الوحيد الصحيح هو جعله يدفع ثمن ما فعله. فسألها إن كانت ستختار ذلك الموت إذا منحها فرصة لم تكن تتوقع أن تنتقم لاحقا. ذهبوا إلى الشجرة المركزية في غابة الأشواك. لقد انكشف عش الزومبي فلم يعد آمنا، ولم يعد البشر الجدد يعتمدون على التقنية فقط، بل تطوروا ليملكون مهارات أقوى أيضا.
أراهم فانغو بوابة إلى قلعة الأمل، وهي دولة تحرسها وحوش متحولة من غابة الأشواك، ولم يخترق البشر الجدد هناك بعد. كان عليهم استغلال الوقت لبناء قلعة الأمل لتصبح معقلهم وتوسيع نوعهم، وأعلن أنه سيقود جيش المتحولين ويهزم البشر الجدد، وتمنوا جميعا المجد لسيدهم، فأنغوا أمر سواحد بقيادة الجميع وترتيب أوضاعهم، وأيضا لبدء إصلاح وبناء المنشآت، وأكد لها أنه يتولى الأمر عند وصولهم. كانت تهاجم ثم لعقت من قبل كلب زومبي، فأنغو رحب بوانغ زاي وسأل عن المهمة التي تركها له، ونبح وانغ زاي بصوت عال، وبدأ الجميع بالجري جمع أكثر من 100 كلب زومبي أشاد به فأنغو، فبوجودهم في الدوريات كانت أمن الدولة مغطاة. أخيراً بعد شهر من العمل استطاع فأنغو أن يأخذ استراحة، ولم تمض دقيقة حتى أخبره النظام أن قلعة الأمل لديها عدد كاف من البنائين لاستعادة العمليات الكاملة، وكانت هناك حاجة لعدد كبير من نوى الطاقة توجد في بيئات عدائية جدا، حيث لا يستطيع الكائنات الحية البقاء، فقط السيبورغ قادرون على جمعها. لذا كانت مهمته التالية الذهاب إلى أرض خراب ميكانيكية، إيجاد وتفعيل كل السيبورغ المخفيين. انزعج لأنه هناك مهمة أخرى، وهو متعب جدا الآن، يلعب منذ زمن طويل لكنه لم يسمع عن السيبورغ من قبل. رد النظام أن هذا طبيعي، بيانات اللعبة الرسمية محدودة، لكنه طمأنه أن جسدا جديدا يزرع حاليا في غرفة الحضانة، وطالما يفعل الشخصية ستساعده في إكمال المهمة. في النهاية رأى الجسد، والمشكلة الآن هي تحديد من يمكنه سحبه إلى اللعبة الحالية. عندما كان الأكثر سذاجة موجودا وفوجئ بظهور سيوي خلفه، أمرهم جميعا بالراحة، رغم أنها أخبرته أنها جائعة. نادته باسمه وطلبت شيئا للأكل. صدم فأنغو وسأل كيف عرفت أنه هو، وهو يعلم مدى قلقه الاجتماعي. لم تتكلم فقط ذلك اليوم، بل عرفت من هو كان يستطيع فهم ذلك. كانت جائعة جدا حتى كسرت صمتها، لكنه استغرب كيف عرفت هويته، ثم أشارت إلى رأسه. كان معروضا أنه قائد العشل الزومبي المتقدم واسمه هناك. تفاجأ بأنها تستطيع رؤية اسمه، وأخبره النظام أن اللاعبين المدعوين يوضعون تلقائيا في فريق المضيف. يمكن للاعبين رؤية اسم المضيف، وأسماء اللاعبين الافتراضية هي أسماءهم الحقيقية. أزعجه ذلك كثيرا. كانت تفاصيل كبيرة لكن النظام لم يخبره سابقا. كانت مشكلة أن يعرف اللاعبون المدعوون هويته الحقيقية، ما يعني أنه يمكنه فقط دعوة الأشخاص الذين يثق بهم وأقرب أصدقائه على الإنترنت هم الخيار الآمن. كانت هناك فتبقى 3 آخرون. سألها من يجب أن يدعو بعدهم، لكنها كانت مشغولة بالأكل. طلبت المزيد من اللحم. أدرك أن طلب التفكير منها كان كثيرا. السيبورغ يبدو كخليقة تكنولوجية متقدمة. سمع أن عائلة سوسو تدير شركة روبوتات ذكية، وسوسو هي الوريثة الوحيدة للشركة، وبعد توليها حولت التركيز لدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية استجابة الخلايا لصنع روبوتات بيونيكية كاملة، لكنها عالقة في عنق زجاج التقنية. وإذا استمر ذلك ستكون الشركة في ورطة كبيرة. يعتقد أنه إذا دعاها يمكنه مساعدتها أيضا. في تلك الليلة كانت سوسو نائمة، ثم سمعت عدة إشعارات لم تفهم لماذا اللعبة تراسلها. في الصباح الباكر حملت نظارة الواقع الافتراضي، وأدركت أنها مشغولة جدا في الشركة، ولم تسجل دخول لفترة. اشتاقت لأيام الجري في الأبراج المحصنة مع فأنغو، فتفقدت البريد وفوجئت بما يحتويه. كان منه، وأخبرها أنه في ورطة خطيرة في اللعبة ويحتاج مساعدتها. طمأنها أن ذلك سيكون مفيدا لها أيضا. إذا قبلت الدعوة ستدخل عالما غامرا بالكامل وتفتح فئة السيبورغ المخفية. وعرفت أن الدعوة حقيقية لأنه هو الوحيد الذي يناديها بذلك، وقلقت عليه. قبلت الدعوة. تفاجأت عندما ظهرت عدة بكسلات ثم تغير مظهرها، وارتبط وعيها أيضا. قفزت من الكبسولة والآن في جسد السيبورغ. لم تصدق كم كان الأمر حقيقيا. شعور كونها سيبورغ يفوق أي شيء في العالم الحقيقي. بدأت تفكر إذا كان الأمر حقيقيا
فأنغو قد يكون فعلا في خطر، ولدهشتها رحب بها مجددا في الفريق. شعرت بالقلق عندما رأت الزومبي ولاحظت أنه يتحدث ويناديها كما يفعل هو، وربطت الأمور معا وأدركت أنه لابد أنه أصبح زومبي، واعترف بأنها ليست مخطئة. رغم ذلك رفضت تصديق ذلك لأنها تعرف أن المتحولين أشرار، وطالبت بتسليم فأنغو وإلا ستفجره إلى أشلاء. لفت قبضتها بطاقة مركزة ثم لكمته، صدها بدرعه المتحول. تفاجأت بقوته، وبسبب ذلك قررت أن تبذل كل ما لديها. لكن دهشتها قيدتها مجسات وربطت يديها ورفعتها. اقتربت منها سيوي وأخبرها أن الأمر يخصها، وأن فانغو لم يكذب عليها. شجعها على تركيز عينيها على رأسه لترى معلومات جميع اللاعبين. فعلت كما طلب منها، وفوجئت عندما اكتشفت أن الأمر كان صحيحا بعد أن شرح لها سيو الأمور. أخيرا هدأت سوسو وقبلت الواقع، وعندما تم مزامنة كل شيء معها فهمت هدف المهمة. بدأت بتفعيل ذكريات السايبورغ المخزنة للبحث عن معلومات ذات صلة بالمهمة، قادتها إلى مكان طويل. مخبأ المصعد الخفي في قلعة الأمل. تبين أن نوى الطاقة وإحداثيات السايبورغ كانت تحت المدينة. مع هبوط المصعد بسرعة ارتفعت الحرارة داخلها. طلبت منهم الاقتراب منها. أحاطتهم بدرع ليصمدوا أمام موجة الحرارة الشديدة. فأنغو بنى ملجأ جليدي صغير، لكن لأنهم تماسكوا معا شعر بحرارة أكبر. لم يعرفوا كم استمر ذلك، لكنهم وصلوا أخيرا. رغم توقف المصعد شاهدوا الأبواب تفتح فجأة وتسرب الماء من الشقوق. كان غريبا وجود ماء هناك. قال فأنغو أن الإحداثيات تقول إنه هناك بالضبط، فلم يمكن أن يكونوا مخطئين. وثقوا بسوسو لتقود الطريق أثناء غوصهم تحت الماء. أثناء السباحة رآهم بعض حوريات البحر من بعيد، ورآهم فأنغو واقتربت الحوريات منهم. أطلقوا عليهم اسم حوريات البحر المتحولة. كانت نوعا ذكر فقط في قصة اللعبة الرسمية. لم يصدق أنهم حقيقيون، لكن وجوههم البريئة تحولت إلى مظهر وحشي. بدوا غاضبين وبدأوا بمهاجمة بطلنا، لكنه سبقهم. لو لم يقرأ الدليل الرسمي لظنهم نساء جميلات. حوريات البحر المتحولة ليست قوية فرديا، لكن عددهم الهائل يجعلهم ساحقين. حاصروهم، ولم يكن أمامهم خيار سوى القتال. عادة قدرة سوسو القتالية كسيبورغ ليست مزحة، وكانت سيو سريعة وقوية أيضا مثل طريقة أكلها، لكن شيئا أخافهم. فتوقفوا عن الهجوم، أمرهم بالاحتماء لأنه رصد مخلوقا كبيرا قريبا. كان وحشا أسطوريا آخر، قرش ميغالودون المتحول. فجأة لفت مجسات حوله، وظهرت مجموعة كبيرة من العيون. ظهر الحبار العملاق المتحول، وبالمقارنة معه كان الميغالودون مجرد سمكة صغيرة. تم ابتلاعهم داخل الحبار العملاق المتحول. عندما فتحت سيوي عينيها سألت أين هم؟ أجاب فأنغو أنهم داخل الأخطبوط، ووصلوا فعلا إلى وجهتهم. كان هناك مبنى طويل أمامهم. أكدت سوسو أنه المكان. جيش السيبورغ ونوى الطاقة هناك. كانت أطلال الأشباح الأسطورية. كان فأنغو محتارا كيف يمكن أن تكون أطلال الأشباح داخل حبار عملاق متحول إمبراطور. شرحت سوسو أن البشر ربما حاولوا نفي وختم نوى الطاقة وقاعدة جيش السيبورغ في أعماق البحر. قد يكون الحبار الإمبراطور ابتلع المجمع بأكمله، وقد يكون هذا سبب تحول إحداثيات نوى الطاقة إلى منطقة البحر العميق. تحولت إحداثيات نواة الطاقة إلى منطقة البحر العميق التي دخلوا إليها. فورا لفت انتباه بطلنا. رأى الكثير من السيبورغ العملاقة المدمرة متناثرة على الأرض. وفقا لبيانات سوسو، يجب أن تكون نواة تيتان الإناث أقوى قوة في جيش السيبورغ. بسبب حجمها الضخم تستهلك الكثير من الطاقة، لذا أصبحت خاملة بعد نفاذ طاقتها. عبر فأنغو عن شعوره بالقشعريرة، فالأفضل أن يخرجوا بسرعة. قال كأنها تراقبهم. واجهوا عدة مسارات، فكان على فأنغو التحقق مع سوسو أي طريق يأخذ. أجابت أن التخطيط تغير عما تتذكره، وتساءلت إذا كان المكان قد تحول أيضا. لم يتفاجأ فأنغو،
فبعد كل شيء المدينة أصبحت جزءا من جسد مخلوق متحول، وعرف أنه لم يتبق لهم وقت كثير للعثور على نوى الطاقة. اقترحت سوسو أن ينقسموا وفعلوا ذلك. قالوا إنه إذا واجهوا خطرا يجب أن يعودوا فورا ويستخدموا لوحة الفريق لطلب الدعم. توقف فأنغو فجأة رأى مخلوقا أمامه كانت كمينا. تفاجئ المخلوق برؤية زومبي حيث لم يكن من المفترض أن يكون هناك فكر في احتمال تطور الزومبي. رغم ذلك قرر أن الأمر لا يعنيه وتعامل معه كأنه قمامة، وأطعموا به طفل الحبار الإمبراطور كوجبة خفيفة. كان هذا المخلوق نصف سيبورغ ونصف مجسات مع بلورات في مركز أسفل جسده. اعتذر النظام عن التأخير ثم أعطاه مكافأته. لإكمال مهمة جسد السيبورغ مع زميله حصل على 20,000 ذهب ومهارة مكافأة تسمى ضربة اختراق مركبة، كما حصل على صندوق أعمى واحد. وجاءت مهمة جديدة لاستعادة قائد السيبورغ المسمى الدكتور ميكا. أظهر لوحة مجموعة ذهب 370,000، صندوق أعمى، ومهاراته الخاصة مثل التشكل الذهني، لسان الوحش، إتقان العناصر، تطور الموت، الإدراك، ملك الأشواك، قوة التنين، وضربة الاختراق المركبة. شعر بالحظ لمواجهته الزعيم الكبير مباشرة. كانت فرصة مثالية لاختبار مهارته الجديدة، وفي الوقت نفسه سواي عبست وهي تسقط في الماء مجددا. فوجئت عندما رأت أمامها عشرات أزواج العيون. قفزت مخلوقات تشبه البيرانة عليها، حاصروها. بدأ بطنها يقرقر. قتلتهم جميعا بسهولة ثم أكلت بسعادة على الجانب. بررت أن فأنغو قال أن تعود فقط إذا كان هناك خطر حقيقي، لكن تلك البيرانة المتحولة لم تكن تهديدا لها. في الواقع هم طعام فاخر أرسله السماء. كما بررت أنها يجب أن تأكل أكثر لتواصل الاستكشاف. سبح بيران صغير بعيدا ثم أفشى سر بيران كبير. بينما كانت تأكل رش عليها الماء، لأن بيران الكبير ظهر، لكن بدلا من الخوف لمع بريء في عين سواي. كانت مستعدة للمزيد. خافت بيران الكبير من رد فعلها، وفي الوقت نفسه كانت سوسو تستكشف مكانا جافا. أصبح الإشارة أقوى، فتوقعت أنها تقترب من غرفة تحكم السيبورغ. داس على شيء ففعل فخا. كان شبكة ليزر. استخدمت مهارة جسد السيبورغ. انفصل جسدها ومر عبر فجوات الشبكة، وعندما تمكنت من المرور أعادت توصيل جسدها. علقت أن التكنولوجيا الروبوتية في ذلك العالم متقدمة جدا. فكرت في تطبيقها على مشاريعهم، لكنها قررت التركيز على المهمة أولا. دخلت غرفة مليئة بالسيبورغ في كبسولات. أطلقت وصلة USB من إصبعها، ثم فعلت جيش السيبورغ. فتحت كل الكبسولات، لكن شيئا خرج من الغرفة. كان سيبورغا ضخما ورصد خيل، فبدأ وضع الذبح. لم تتوقع ذلك. ارتبكت عندما هاجم السيبورغ حلفائه. حضر السيبورغ الكبير ليطلق الليزر. كانت تعرف أن السيبورغ مزيج دماغ وآلة، لكن هذا كان يتصرف كمسجل معطل. شعرت أن هناك خطبا ما. جمعت قبضتيها وفعلت درع طاقة، ثم أعدت أسلحتها. شعرت أن مستوى الطاقة 100%. فعل السيبورغ الكبير وضع الإبادة القتالية الكبير. فعلت وضع أيخن يساعدها على توقع حركة العدو. أخرجت سلاحه أولا ثم جمدته، لكنه استمر في قول القضاء على الدخلاء. وبعد إسقاطه تابعت إعادة ضبط نظامه. خلعت رأسها للقيام بذلك، وبعد فترة انتهت. وكما ظنت، كان نظام يحتوي على أمر قسري مزروع. أعادت الرأس وأعادت تثبيت كل شيء، ثم أعادت تشغيل النظام. وحلت المشكلة. أضاء عين السيبورغ. كان مرتبكا لأنه خارج كبسولة السكون. شرحت له أن برنامج قتل كان مزروعا فيه، لكنه عاد الآن إلى طبيعته. وسألته ماذا حدث سابقا. نعتها السيبورغ بوحدة نموذجية. سألته ما هي. أجاب أنها قصة طويلة. روى أن الدكتور غوانغيا كان أفضل عالم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لبناء قلعة الأمل. استخدم سيبورغاته المصنوعة ذاتيا لنقل الطاقة النووية. مع الوقت أصبحت السيبورغات أكثر قدرة وكلفت بالدفاع عن المدينة، وهكذا تشكل جيش السيبورغ. لكن بعد ذلك اندلعت تمردات ونفي الجيش بأكمله. السبب كان خوف البشرية من أن الزومبي المستيقظين
قد يصلون لتقنية السيبورغ، وكانت أحدث التقنيات مدمجة في الوحدة النموذجية، لأن كل التكنولوجيا الجديدة تختبر أولاً على الوحدة النموذجية، كانت تحتوي على أحدث الأنظمة. للأسف بعد التمرد اختفت الوحدة النموذجية ولم تنفى مع الجيش. أما برنامج القتل فكان على الأرجح بروتوكول الحارس الذي زرعه الدكتور غوانغيا. تذكر أن الدكتور غوانغيا الذي أنشأهم نفى الجيش وزرع هذا النوع من البرامج. لم يفهم السبب. ردت أنه عليهم أن يسألوه بأنفسهم. سألها إلى أين ستذهب للعثور على الدكتور. فجأة دخل سيبورغ آخر كلفوا بالقضاء على الدخلاء. أدركت أنه لم يكن الوحيد الذي يحمل بروتوكول الحارس. قال إن المئات منهم نفوا وربما جميعهم يحملون البروتوكولات. لكن قبل أن يهاجموه حطمت قبضة ضخمة الجدار. دخلت سيبورغ أنثى عملاقة وبدأت بمهاجمة السيبورغات المتمردة. بحركة واحدة فقط استطاعت جمعهم وتحويلهم إلى كرة. في الوقت نفسه فوجئت سوسو لأنها ظنت أنهم في حالة ثبات. ردت وحدة التيتان الأنثوية أن النموذجية كانت قائدتهم وجاءت من أجلها ولم تكن تعرف السبب. ثم شرحت العملاقة أن وحدة العملاقة كانت فريقا خاصا تم إنشاؤه حول وحدة النموذجية، وتبعها الأعضاء التسعة أوامرها، حيث زرع الدكتور جوانغيا فيهم بروتوكولا خاصا يجعلهم بعد الدخول في السبات لا يمكن إيقاظهم إلا بواسطة الوحدة النموذجية. وعندما اكتشفوا وجودها استيقظوا. سألت سوسو إذا كانت هنا لتحميها، فأجابت التيتان أنها هنا لتنفيذ أوامرها. طلبت سوسو مساعدتها في أمر مهم، وفي الوقت نفسه عاد إلى بطلنا فانغو الذي استمر في القتال لكم مجسا، لكنه تفاجأ بأنه كان طريا جدا لدرجة أنه ألغى هجومه تماما وغطاه بعصارة ليمون مقززة. سيوي قامت بشواء البيرانة بسعادة وأكلتها وشعرت برد شديد. ثم حان وقت تجمعها مع فانغو والآخرين. غاصت عميقا تحت الماء ووصلت إلى منطقة تشبه عش البيرانة المتحولة. بدأت تفكر أن ما أكلته للتو كان ملك البيرانة. ثم تحرك شيئا خلفها. عندما نظرت كان دوامة ماء. ثم ظهر ملك بيرانة من عشيرة زاي المتحول، وأدركت أنه الملك المتحول الحقيقي. في منطقة فانغو شعر الدكتور ميكا بشعور رائع من التيار الكهربائي الذي يجري في جسدي. تعلم فانغو للتو أنه يستطيع امتصاص الكهرباء، وشرح الدكتور ميكا أنه يحمل جينات تعبان كهربائي في جسده، لذا الهجمات الكهربائية لا تؤثر عليه فقط بل تمنحه المزيد من الطاقة. وبما أن الأمر كذلك قرر فانغو أن يشويها حيا، فأطلق تيارا قويا من النار. لكن ذلك جعل الدكتور ميكا يبتسم فقط. تفاجأ فانغو فقال له الدكتور ميكا أنه لا داعي للدهشة، فهو أيضا اندمج مع جينات دودة بومبي، لذا درجات الحرارة العالية لا تؤثر عليه أيضا. لكنه فضولي كيف لزومبي صغير مثل فانغو أن يمتلك ذكاء عاليا وأيضا يمتلك تلك القوة والمهارة. وبما أن الزومبي استيقظ على ذكاء قرر أنه إذا لم يكن تهديدا فلن يؤذيه، فإذا توقف فانغو فورا فسيسمح له بالرحيل. رد فانغو أنه مجرد زومبي عادي لا شيء مميز، جاء من أجل نواة الطاقة ولن يغادر حتى ينهي مهمته. لم يتوقع الدكتور ميكا أنه يعرف عن النواة، وأوضح أنه لا يستطيع أن يعطيها له، لكن سواء أعطاها أم لا لم تكن تلك صلاحياته في الأصل. رأى فانغو هذه الفرصة ليجرب المهارة الجديدة التي حصل عليها سابقا. استخدم بطلنا القوة الداخلية المدمجة، ضربه في أجزاء مختلفة من جسده، ثم انتظروا حدوث شيء. وفي النهاية صرخ الدكتور ميكا من الألم. كان مرتبكا مما يحدث، لأن خلايا الأخطبوط المفترض أن تخفف أي صدمة، ومع ذلك بدأ يتلقى أضرارا متتالية. ثم أدرك أن الهجوم المستخدم عليه كان مثل بقرة تمر عبر جبل، تنتقل الأضرار على مسافة ثم تنفجر دفعة واحدة وهي أقوى من قبل. أثار ذلك فضوله كيف لهذا الزومبي الصغير أن يمتلك كل هذه الحيل الغريبة، لأن الهجمات نجحت بشكل كبير. عرف فانغو أن الوقت قد حان لإنهاء القتال. فجأة أطلق أحدهم سلاسل لفت هجوم فانغو النهائي. كانت سوسو.
وقالت لفانغو: ألا يقتل الدكتور ميكا؟ تفاجأ الدكتور ميكا برؤيتها، فهي سايبورغ من الجيل الأول. سألها فانغو: ما الذي يحدث؟ حثت الدكتور ميكا المعروف أيضا بالدكتور جوانغيا أن يخبرهم بما حدث حقا بعد نفيه. روى أنه بدأ كله مع التمرد في قلعة الأمل، حينها شكره إنسان أشقر على كل ما فعله، وأخبره أنه مع التمرد لا يمكنهم المخاطرة بتسرب تكنولوجيا السايبورغ، لذا لم يكن لديهم خيار سوى نفي جميع السايبورغ إلى منطقة سرية غير مأهولة. شعر الدكتور جوانغيا أنهم استخدموا ثم تخلصوا منهم. طالبت البشرية بنفي جيش السايبورغ ليس فقط لحصر التكنولوجيا، بل لأنهم كانوا يخافون من قوة السايبورغ. أخبره الرجل الأشقر أنه إذا وافق سيستمرون في علاج ابنته الزومبي والعمل على إعادتها لإنسانة، لكن إذا رفض ستظل ابنته زومبي تعاني إلى الأبد. باختصار هددوه بحياة ابنته، وفي النهاية اضطر لاتخاذ ما قد يكون أسوأ قرار في حياته، ووافق على النفي. شكرا لكم جميعا على المشاهدة. يرجى مشاهدة هذا الفيديو التالي لجيجا تشاد. أراكم في المرة القادمة. أيضا ادعموا القناة بالانضمام لعضوية نادي سمن. يمكنكم أيضا الدعم بمجرد الإعجاب بالفيديو وكونكم راعين